بيبدأ بقى الموسم الجديد بعد أيام مش أكتر من نهاية الموسم الأول، وبنكون دلوقتي مع جيسيريس أخو لوسيريس، وهو دلوقتي عند الجدار في الشمال، وبيقابل حاليا الأمير كريجن ستارك كبير عائلة ستارك، وبيكون جيسيريس جاي دلوقتي يقابله بحيث يعمل معاه تحالف، فبيفضلوا يتناقشوا سوا في شروط تحالفهم سوا. وبيكون كريجن مش عاوز يساعد بجيشه لأن الشتاء قادم وهو محتاج رجالته عشان يحموا الجدار هنا من حاجات كتير بتيجي مع الشتاء. لكن كريجن بيقول له دلوقتي انهم عهدوا زمان الملك، وبالتالي هم عمرهم ما بيخلفوا العهد، وعشان كده هيديله 2000 راجل يحاربوا معاه. في الوقت ده وقبل ما يخلصوا كل كلام بتحصل حاجه غريبه، لان بتوصل رساله لكريجن من رينيرا بيعرف منها ان لوسيريس اخو جيسيريس اتقتل. طبعا بيتصدم جيسيريس وبيقرر فورا على طول يرجع على دراجون ستون. على ذكر دراجون ستون بقى، فهناك بنشوف ديمون بيتكلم مع رينيس وبيطلب منها تيجي معاه بحيث يروحوا يهاجموا التنين فيجر وايموند ويخلصوا عليهم عشان يجيبوا حق لوسيريس. بس رينيس بترفض، وده لان رينيرا لسه ما خدتش قرار تعمل ايه مع ايموند. وهنا بقى بنعرف ان رينيرا اصلا مش موجوده من وقت ما ابنها لوسيريس مات، بل ما زالت في البحر عماله تدور على جثته عشان تتاكد انه مات. وبالتالي رينيس بتقول لديمون بشكل نهائي وقطعي انها مش هتتحرك الا لما ترجع رينيرا. في الاثناء دي بنشوف ان كورليس فالاريون يا صديقي جوز رينيس موجود عند السفن بتاعته اللي بيتم ليها حاليا صيانه، وبيتكلم كورليس مع واحد من رجالته اسمه الين. بنعرف من كلامهم ان اسطول كورليس فالاريون العملاق بيحاصر دلوقتي مدينه كينجز لاندنج بحيث يقطع كل سبل التجاره والمصادر بتاعه الاكل والشرب على المدينه ويعمل عليها حصار. ولكن الاسطول بتاع كورليس دلوقتي منهك وفيه سفن كتير محتاجه صيانه، لكن برضه رغم كل ده كورليس بيصر يكمل زي ما هو. عامه في الوقت ده بنشوف ان رانيرا في مكان موت ابنها لوسيريس عند البحر، وبتكون حزينه جدا على موته وعماله تدور على اي دليل يقول لها ان ابنها بجد مات. لغايه من بعد شويه اخيرا بتلاقي مجموعه صيادين لقوا في البحر حاجه، فبتروح بسرعه تشوف الحاجه دي، فبتلاقي جناح تنين ابنها ومعاه كمان جزء من لبس ابنها. فبتتاكد هنا للاسف ان ابنها بجد اتقتل، فبتفضل تبكي. بس عموما بتقرر بعد كده تاخد جناح التنين ده ولبس ابنها وبتقرر ترجع دراجون ستون. في الاثناء دي بنشوف ديمون تارجاريان بيفتش احدى السفن، فبيلاقي في السفينه دي مساريا الدوده البيضاء واللي كانت بتهرب من كينجز لاندنج. ولو مش فاكر يا صديقي الدوده البيضاء فدي كبيره الجواسيس في مدينه كينجز لاندنج العاصمه، واللي سبق وساعدت اوتو هايتاور ابو اليسنت انه يلاقي ايجون عشان يعلنوا الملك. وبعد كده عرفنا ان لاريس الثعبان حرق المكان اللي بتعيش فيه مساريا هي وجواسيسها عشان خاطر يخلص منها، لكننا ادينا دلوقتي بنعرف انها ما ماتتش بل هربت. المهم الجنود بيجيبوا مساريا لديمون، فدايما لما بيقابل مساريا بيكون متضايق منها انها كانت السبب في تعيين ايجون كملك، وبالتالي هي خانته. فعرفته مساريا ان هو اللي تخلى عنها زمان وهي كانت عاوزه فلوس مش اكتر من كده. في اللحظه دي سابها ديمون وهو متعصب وامر الحراس يحطوها في السجن. اما هو فليه دلوقتي ان اخيرا رانيرا رجعت تاني للقلعه بعد غياب طويل، فراح يستقبلها مع الكل. رانيرا في اللحظه دي دخلت على الكل ووقتها اكدت لديمون ان ابنها فعلا مات. بعدها وقفت وسط الكل وقالت انها عايزه ترجع حق ابنها اللي مات وعايزه تقتل ايموند فورا، فبيوافقوا الكل على كلامها بدون اعتراض. بعدها بتسيب الكل وبتطلع اوضتها. بعد شويه كان رجع جيسيريس للقلعه، فطلع يقابل امه وعرفها انه وصل لاتفاق مع كريجن ستارك انه يمدهم ب 2000 جندي بحيث يحاربوا ايجون، وبيعرفها كمان انه قدر يوصل لاتفاق مع جين ايرن كبيره عائله ايرن، ودي عائله ام رينيرا لو تفتكر يا صديقي، واتفق معاهم انهم هيساعدوا رينيرا في الحرب دي مقابل بس انهم يسيبوا هناك تنين يحمي المدينه في غياب كل الجنود، ودي المدينه على فكره اللي فيها عائله ايرن. وبس بيخلص جيسيريس كلامه وبيفضل هو وامه يعيطوا على موت لوسيريس. بعد شويه بيعملوا كل جنازه للوسيريس وبيكون الكل زعلانين. في نفس الوقت ده ولكن في كينجز لاندنج بيشوف ايجون بيروح لاخته اللي هي للاسف مراته في نفس الوقت هيلين، وبيسالها دلوقتي عن ابنه جيهيريس، فبتعرفوا انه في المكتب. بعد كده بتقول هيلين لايجون انها خايفه من الفئران، فبيستغرب ايجون انه ما بيكونش فاهمها لكنه زي العبيط بيسيبها وبيمشي. ويعني يا صديقي كلام هيلين مش كلام فارغ، وهنفهم معناه قدام، ان زي ما قلت الموسم اللي فات المفروض ان هيلين بتشوف زي رؤيه كده وحاجات مش اي حد بيشوفها ولا بيعرفها، لكن كلها ليها معاني. عموما في الاثناء دي بقى بنشوف ان اليسنت مع كريستين كول. بعد كده بتروح اليسنت دلوقتي على اجتماع مع ايجون، وبيكون دلوقتي جاي ايجون الاجتماع ومعاه ابنه الطفل جيهيريس، وده يدل على غباء ايجون انه بيجيب طفل في اجتماع زي ده. المهم يعني بيكون حاضر الاجتماع ده كمان اوتو هايتاور جد ايجون ومساعده، وبيكونوا كل المجلس دلوقتي بتاع ايجون موجودين، وحاليا بيتناقشوا الكل في الحرب مع رانيرا وهل هيحاربوها وهل هيفكوا الحصار وازاي. فبيكون ايجون دلوقتي شايف انهم لازم يروحوا مدينه هارين هول ويجبروا الامراء اللي هناك ان هم يتعاونوا معاهم غصب عنهم بحيث يفكوا الحصار حتى لو هيضطروا يقتلوهم كلهم. في الوقت ده بيوصل ايموند اخو ايجون وبيكون رايه من راي ايجون، وانهم لازم يجبروا امراء هارين هول يتعاونوا معاهم بحيث يفكوا الحصار. بس اوتو اليسنت بيعارضوا كلام ايموند وايجون لانه تهور، لانهم كانوا ناويين يعملوا كده باستخدام التنانين. وطبعا في اللحظه دي لما ايموند بيلاقي ان كلامه كله معترض عليه بيتضايق جدا.
بعد شويه بيروح ايجون يقعد مع ناس من عامه الشعب عشان يعني يسمع شكواهم، وبيكون ايجون عاوز يعني يساعد ناس كتير جدا من اللي بيشتكوا دول، لكن اوتو بينصحه ما يعملش كده، وبيكون ايجون منساق ورا كلام اوتو زي الاهبل. بعد الاجتماع ده بقى بيتقابل لاريس الثعبان مع ايجون، وبيبدا لاريس يلعب في دماغ ايجون انه لازم يبعد اوتو عنه بحيث ما يفضلش مسيطر عليه. وبنشوف ان ايجون مقتنع بكلام لاريس جدا، وما نعرفش ممكن يعمل ايه مع اوتو قدام. في المجمل في نفس الوقت ده كانت اليسنت قاعده مع ابوها اوتو، وبيطلب منهم انهم يتحدوا مع بعض وما يبقوش متفرقين كده على طول، بحيث يقدروا يحكموا ايجون وايموند ويخلوهم تحت طوعهم، لانهم لو طلعوا من تحت طوعهم محدش هيعرف يمسكهم تاني. فبيوافق اوتو على كلامها وبيتفقوا. في نفس اليوم ده بالليل بنشوف ايموند قاعد مع كريستين كول وبيتكلموا سوا، وبيكونوا الاتنين شايفين انهم لازم يحاربوا رانيرا ويدمروها هي وجيشها، خصوصا ان اوتو واليسنت مسيطرين على ايجون، واليسنت لغايه دلوقتي لسه شايله شويه حب لصديقتها القديمه رانيرا. في المجمل يعني وسط كلامهم ده بيوصل اوتو وبيطلب يقعد مع ايموند على انفراد، فبيمشي كريستين كول. وقتها بيتكلم اوتو مع ايموند، وبيكون اوتو بيحاول ينصحه انه يكون في صف هو وامه وما يتهورش زي ما بيعمل، بحيث يقدروا ينهوا على رانيرا ولكن يعني بالعقل. على ناحيه تاني في دراجون ستون بنشوف ديمون بيروح لمساريا وبيطلب منها المساعده انها تدله على طريقه يوصل بيها للقصر الملكي من غير ما يعني حد يحس بيه، بحيث يخلص على ايموند وفي المقابل هيديها حريتها. فتوافق الدوده البيضاء انها تساعده، وبتقول على حد كده موجود في العاصمه كينجز لاندنج ممكن يساعده. بعد شويه بنشوف ان ديمون بيوصل لكينجز لاندنج، وبيروح ديمون دلوقتي لواحد من الحرس الملكي، وبيكون الحارس ده عارف ديمون كويس جدا وشويه موالي ليه من وقت ما كان ديمون كبير الحرس الملكي. المهم ان ديمون بياخد الحارس ده وبيروح لشخص كده من الجواسيس، وبنعرف ان ديمون عارف ان الدوده البيضاء مساريا ان الجاسوس ده يقدر يدخله القلعه الملكيه وفي السر بحيث يقدر يقتل ايموند. وبنعرف كمان ان الجاسوس ده بيدخل القلعه دايما بحجه انه بيصطاد الفئران. وايوه يا صديقي، هيلين لما كانت بتقول خايفه من الفئران كان قصدها على الجاسوس ده. المهم ان دايما بيطلب من الجاسوس ده يوصل الحارس اللي معاه ده لجوه القلعه عند ايموند تارجاريان بحيث يقتله، وبيدي دلوقتي دايما للجاسوس ده جزء من الفلوس والجزء الثاني بعد تنفيذ المهمه. فبيوافق الجاسوس يقوم بالمهمه دي، وعلى طول بدون تضييع وقت بياخد الجاسوس الحارس للقلعه، وبيفضلوا يلفوا يدوروا على ايموند. واثناء ما كانوا بيلفوا بيعدوا من قدام ايجون حرفيا، بس ايجون بيكون سكران ومش فايق خالص، فمش بيهتم باي حاجه ولا حتى بيكلمهم. وده كملوا الكل مشي لغايه ما وصلوا لاوضه ديمون، بس ما كانش فيها حد، فخلى الحارس الجاسوس يكمل تدوير وهو طلع يدور. بعد شويه يلاقي الحارس واحده من الخدم قدامه، فلسه هيطلع سكينه يقتلها ليها هربت، بس هو ما اهتمش قوي لانه ليه دلوقتي الجاسوس في اوضه تانية مثبت هيلين، وبيقول للحارس دلوقتي انه يقتل ابن الملكه ولي العهد جيهيرس، وبكده اكنهم قتلوا ايموند زي ما ديمون طلب بالظبط، خصوصا يعني ان ديمون قال لهم يقتلوا ابن قصاد ابن، وبيكون قصد ديمون يعني انهم يقتلوا ايموند قصاد قتله للوسيريس، لكن الجاسوس بيفسرها دلوقتي انه كان قصده على وريث العرش، وبالتالي بيقول للحارس يقتله. فبيوافق الحارس على كلامه وبيبص على ابن هيلين، فبيلاقي ابن وبنت هيلين التوأم شبه بعض خالص، فبيسالوا دلوقتي هيلين على انهي فيهم الولد، فالغبيه بتعرفهم، وعلى طول بيبدا الحارس والجاسوس يقتلوا الطفل ده. اما هيلين فبتكون في حاله صدمه، وفورا بتاخد بنتها وبتمشي زي المجنونه، بتروح لامها اليسنت وبتعرفها كل اللي حصل، وان ابنها جيهيرس ولي العهد مات. في اللحظه دي بتصدم اليسنت وبتكونش عارفه تعمل ايه. بعد اللي حصل ده يا صديقي بنشوف حاليا فوضى في القلعه بعد ما تعرف ان جيهيرس مات، وبنشوف في الوقت ده ايجون في اوضه ابوه فيسيريس اللي كان دايما بيعمل فيها مجسماته للمملكه وغيرها لو تفتكر. المهم ايجون بيكون زعلان جدا على ابنه ومتجنن خالص، فبيفضل يكسر في كل حاجه في الاوضه وهو عمال يصرخ ويقول انه خلاص هيبدا الحرب على رينيرا واللي معاها وهيقتلهم كلهم. بعد شويه بيروح ايجون للمجلس بتاعه، وتكون موجوده دلوقتي امه اليسنت وكمان اوتو هايتاور وكريستين كول وكل المجلس عامه. ايجون بقى بيفضل يهزق الكل لان ابنه اتقتل ومحدش قدر يلحقه، وبيسال ايجون بقى كريستين كول كان فين بالظبط وليه ما كانش بيحمي ابنه. وقتها بتوتر كريستين لانه المفروض يعني في الوقت ده كان مع اليسنت ام ايجون في اوضتها لانها على علاقه محرمه ببعض والعياذ بالله يعني من ورا الكل. المهم ان كريستين كول بيتمالك نفسه وبيعرف ايجون انه كان نايم وما كانش يعرف اللي هيحصل، فبيتعصب ايجون وبيفضل برضه يهزق فيه. بعد شويه بقى بيوصل للمكان لاريس سترونج الثعبان، وبيعرف ايجون انهم قدروا يمسكوا الحارس اللي قتل جيهيرس وهو بيحاول يهرب من القلعه ومعاه راس جيهيرس. وقتها بيأمر اوتو لاريس انه يحقق معاه ويعرف مين اللي امره يعمل كده بالظبط. بعد كده بقى بيتكلم اوتو مع ايجون وبيعرفوا ان عنده فكره كويسه جدا بحيث يستفيدوا من موت جيهيرس. الفكره باختصار تتعمل جنازه ضخمه لجيهيرس وفي وسط المدينه كلها، وفي الجنازه دي هتكون موجوده اليسنت وهيلينا، غير ان الجنازه دي هيكون معاهم ناس كتير جدا تبع اوتو هيفضلوا بقى يشيعوا ان رانيرا عملت كل الكلام ده في الطفل الصغير، وده هيكسب ايجون تعاطف كبير من الشعب وهيرتفعوا حواليه اكتر واكتر. ده غير ان كل عائلات هيعرفوا باللي رانيرا عملته، وبسبب كده ممكن يغيروا ولائهم من رانيرا لايجون، لان قتل الاقرباء يا صديقي شيء محرم جدا في الكينجز لاندنج، خصوصا لو الاقرباء دول اطفال. وده بيتضايق ايجون من فكره اوتو ان هو ما بيكونش عاوز يعرض ابنه وهو ميت كده قدام الناس، بس اوتو بيفضل يقنعه ان ده الصح، فبيقتنع ايجون وبيوافق على خطه اوتو.
وفعلا يا صديقي تاني يوم بنشوف أليسنت وهيلينا في موكب ضخم وكبير وماشي حواليهم حاليا الحراس عمالين يقولوا ان رانيرا اغتصبت العرش وكمان قتلت طفل غلبان من اقاربها، وطبعا يعني الجثه في وسط الناس عمالين الناس كلهم يشوفوا شكلها. بسبب كل اللي حصل ده بقى يا صديقي الناس بيتعاطفوا بجد مع أليسنت وهيلينا وبيفضلوا يشتموا في رانيرا في كل حته. في الاثناء دي بيروح الثعبان لاريس سترونج للحارس اللي قبض عليه ومعاه طبعا عدة التعذيب عشان يعذبه، فبيخاف الحارس من غير ولا اي تعذيب لغايه دلوقتي، وبدون تضييع وقت بيعترف ان ديمون تارجاريان هو اللي استاجره هو وواحد تاني من صياد الفئران اللي بيشتغلوا في القلعه. لكن بيعرف الحارس لاريس انه ما يعرفش حتى اسم صياد الفئران ده، بس هو صياد فئران وبس. بعد ما اعترف الحارس بكل حاجه بيسال لاريس هيعملوا فيه ايه، فبيعرفوا لاريس انه مش هيعمل اي حاجه لكن الملك هو اللي هيعمل. وهوب بيوصل ايجون للمكان وبدون مقدمات بيبدا يضرب الحارس ده بكل عنف وطبعا بيقتله. في الاثناء دي بنشوف كريستين كول في الاوضه اللي مات فيها جيهيرس وبيكون بيشرف على تظبيط الاوضه من اثار قتل جيهيرس، وبيفضل كريستين يفكر وبيحس انه لازم يعمل اي حاجه يجيب بيها حق جيهيرس، وكمان عشان محدش يشوف انه ضعيف، لانه ما تنساش يا صديقي ان كريستين كول قائد الحرس الملكي، فيعني قتل جيهيرس هو بيتحمله بشكل مباشر. وبالتالي بقى بيقرر كريستين يتصرف، فبياخد بعضه وبيروح لواحد من الحرس الملكي اسمه اريك. ولو مش فاكر اريك فاحب اقول لك ان اريك ده اللي شفناه الموسم اللي فات، وكان عنده اخ توأم وكان معاه في الحرس الملكي واسمه إريك. وإريك ده بقى راح لرانيرا الموسم اللي فات واعلن ولاءه ليها لانه شايف انها الاحق بالعرش ومن وقتها وهو بيخدمها، لكن إريك من وقتها وهو حاسس بالعار ان اخوه باعه وراح لرانيرا. المهم بنرجع لكريستين اللي بيروح لاخوه إريك وبيعرفوا انه شاكك فيه انه يكون خاين زي اخوه إريك ويكون ساعد القتله انهم يقتلوا جيهيرس، خصوصا ان جيهيرس اتقتل في نوبه حراسه إريك. وقتها بيفضل إريك يعرف كريستين انه كان في الوقت ده مع ايجون بيحميه، بس كريستين مش بيهتم وبيتكلم بقى في المفيد. بيطلب كريستين من إريك انه عشان يثبت ولاءه للملك ايجون لازم يروح لرانيرا ويستغل الشبه اللي بينه وبين اخوه إريك اللي بيخدم هناك ويعمل نفسه هو ويقتل رانيرا. وقتها بيكون عارف إريك ان دي مهمه صعبه جدا لكنه بيضطر يقبلها وبيعمل كده. بعد شويه بقى في ساحه من ساحات كينجز لاندنج بنشوف مجموعه من الناس مشنوقين وبنعرف ان دول كل صائد الفئران في القلعه، وبنعرف ان ايجون المجنون قرر يقتلهم كلهم لانه ما يعرفش مين فيهم الخاين واللي ساعد الحارس على قتل جيهيرس. بالمناسبه بيكون من ضمن صائد الفئران دول الصياد اللي بجد بجد هو اللي ساعد على قتل جيهيرس. وبنشوف بقى اهالي صائد الفئران دول وهم عمالين يعيطوا على قرايبهم اللي اتقتلوا حرفيا بدون اي ذنب. في الوقت ده لما بيعرف اوتو كل اللي حصل بيروح لايجون في اوضته اللي كان حاليا قاعد معاه فيها كريستين كول، وبيفضل اوتو يعرف ايجون انه غبي انه قتل كل الناس دي وخلى عامه الشعب يقلبوا عليه بعد ما كلهم كانوا بيتعاطفوا معاه بسبب موت ابنه. وقتها بيعرفوا ايجون انه كان لازم يقتلهم، وبيعرف ايجون اوتو ان كريستين كول بعت إريك حاليا عشان خاطر يقتل رانيرا، وبيكون ايجون فرحان جدا باللي عمله كريستين. لكن اوتو بيشوف ان ده غباء جدا وانه كان لازم الاول يعرض الخطه دي على المجلس ويشوفوا هل هينفذوها ولا لا. وبيعرف اوتو ايجون ان ابوه فيسيريس كان عنده حق لما كان بيشوفه غبي وما يستاهلش يبقى الملك. ايجون بيتعصب جدا من كل الكلام ده وبيقول له ان ابوه فيسيريس قبل ما يموت نصبه ملك لانه بيثق فيه، فبيضحك طبعا اوتو جدا وبيعرفوا ان ده ما حصلش. في اللحظه دي بيتعصب ايجون جدا وبدون تفكير ولو للحظه بيأمر اوتو يقلع شاره مساعد الملك لانه ما بقاش خلاص مساعد الملك، وبيأمره يديها لكريستين كول لانه بقى المساعد الجديد. طبعا بيتصدم اوتو من الكلام ده وبيعرف ايجون انه هيندم على القرار بتاعه، وبحزن كبير بيرمي اوتو الشاره بتاعته وبيمشي. بعد اللي حصل ده بيروح اوتو لاوضته يلم حاجته لانه ناوي يعني يمشي من هنا، فبتيجي أليسنت بنته بتودعه بحزن وبتساله ناوي يعمل ايه، فبيعرفها انه ناوي يرجع للاولد تاون معقل الهاي تاور، خصوصا يعني ان ديرون ابن أليسنت الثالث عايش هناك فيعني يشرف على تدريبه وما الى ذلك. بس أليسنت بتنصحه يروح لعائله آل تايريل لانهم مش صادقين في ولائهم لايجون، فيروح يعني يقنعه، فبيوافق اوتو وبيقرر يعمل كده. على الجانب الاخر بقى في دراكون ستون بتكون رانيرا قاعده مع كل المجلس بتاعها، وبتكون رانيرا لسه عارفه خبر قتل جيهيرس حالا وبالتالي متضايقه جدا لانها ما امرتش بكده ولا حتى تعرف مين اصدر امر قتل جيهيرس. طبعا بيكون دايما حاضر الاجتماع وساكت وعامل نفسه ما يعرفش اي حاجه، لكن رانيرا بذكائها بتعرف ان ديمون ليه يد في الموضوع. فبناء عليه بعد الاجتماع بتقعد رانيرا مع ديمون وبتواجهه بانه السبب في اللي حصل ده، وبتعرفوا انه كده عمل لها مشاكل كتير ان في عائلات كتير هتغير ولائها حاليا لايجون. في اللحظه دي بيعرف ديمون رانيرا انه فعلا اصدر امر بس بقتل ايموند، لكن الاثنين اللي بعتهم حاليا كانوا اغبياء وقتلوا جيهيرس وبالتالي دي مش غلطته. في اللحظه دي بتتعصب رانيرا وبتعرفوا انها عمرها ما وثقت فيه ودلوقتي ثقتها فيه قلت اكتر واكتر، فبيتعصب ديمون وبيقوم بمكانه بكل عنف، فبتخاف منه رانيرا وبتبعد. وهنا بيفضل ديمون يعرف رانيرا انها ضعيفه زي ابوها اللي زمان خاف يعينه ولي عرش ليه مع انه كان يستاهل. وبنشوف يا صديقي من كلام ديمون ده انه لسه شايف العرش من حقه وعشان كده اصلا بيساعد رانيرا. المهم ان رانيرا عرفته ان فيسيريس ما كانش بيخاف منه ولا حاجه، بل ما كانش بيثق فيه زيها بالظبط،
وبتطلب دلوقتي منه رانيرا انه يمشي من المكان ويروح لهارين هول يحاول يكسب ولاء العائلات اللي هناك، يمكن لما يعمل كده تسامحه. فبيوافق ديمن وبيمشي وهو متعصب، وبياخد طبعا تنينه الاحمر وبيطير في طريقه لهارين هول. بعد كده بقى بتستدعي رانيرا بيلا بنت ديمن لو تفتكرها، وبتطلب رانيرا منها ان هي تاخد تنينها وتروح لمكان قريب لكينجز لاندنج بحيث تراقب المدينه وتنقل لها الاخبار اول باول. فبتوافق بيلا وبيتفقوا على كده. بعد شويه بتقعد رانيرا مع ميساريا او الدوده البيضاء، وبتكون رانيرا محمله ميساريا كل الاخطاء اللي حصلت بما فيها موجي هيرس. لكن ميساريا بتعرف رانيرا انها ملهاش ذنب، هي بس ساعدت ديمون لانه وعدها انه هيحررها لو ساعدته. وبتسال ميساريا رانيرا هل هتحررها بجد ولا لا، لكن رانيرا مش بتاخد قرارها حاليا وبتؤمر بس بحبسها. بس بعد تفكير بتجيب رانيرا ميساريا تاني وبتعرفها انها قررت خلاص تحررها لانها فعلا ملهاش ذنب في اي حاجه حصلت. وبتعرفها كمان ان في سفينه هتاخدها لمدينه بنتوس وهتعيش هناك، بحيث يعني ميساريا تبقى بعيده خالص عن القاره بحيث لا تساعد ده ولا ده. فبتوافق ميساريا على كلام رانيرا وبتفضل تشكرها. والعلم في الوقت ده كان مع رانيرا إيريك حارسها، وكانت ميساريا شايفاه كويس. بعدها بقى بتمشي ميساريا مع واحد من الحراس عشان تروح تركب السفينه وتمشي من هنا. لكن في الاثناء دي بقى بتشوف ميساريا إيريك اخو إيريك جاي من البحر ورايح على القلعه. وفي اللحظه دي ولان ميساريا لسه شايفه إيريك اصلا مع رانيرا، بتعرف ان ده اخوه واكيد جاي لقتل رانيرا. فبتقرر ميساريا ترجع للقصر وتحذر الكل عشان ينقذوا رانيرا. بعد وقت مش طويل من كل ده بنشوف ان إيريك بيوصل للحراس اللي على باب القلعه واللي بيفتكروه ان هو إيريك قائدهم، فبيدخلوه عادي جدا للقلعه. وبيبدا بقى إيريك يلف في القلعه هنا وهناك بحثا عن رانيرا لحد ما بيشوف اخوه إيريك قدامه، فبسرعه بيستخبى منه. بعدها بيكمل إيريك طريقه وبيروح للاوضه اللي فيها رانيرا واللي بيكون فيها بابين. فبيروح إيريك للباب الخلفي وبيقفله. بعدها بيروح للامامي واللي كان واقف عليه واحد من الحراس بتوع رانيرا اسمه لورنس. فبيفهم دلوقتي إيريك لورنت انه يعني إيريك، وبيعرفوا ان هو اللي هيحرس رانيرا النهارده. فبيوافق لورنت وبيمشي. وفي اللحظه دي بقى بيدخل إيريك لرانيرا وبيطلع سيفه وبيقول لها انا اسف، انا ما كنتش عاوز اعمل كده لكني مضطر. وبيكون إيريك هيهجم على رانيرا، لكن في اللحظه دي بيوصل إيريك حارس رانيرا وبيوقف اخوه وبيطلب منه ما يعملش اي حاجه ويمشي. بس إيريك مش بيرجع في كلامه، وبيعرف إيريك ان هو اللي فرق بينهم يوم ما اعلن ولائه لرانيرا. وبيروح إيريك دلوقتي يهجم على رانيرا، لكن بيجي إيريك وبيتقاتل معاه، وبيكون إيريك زعلان جدا انه بيتقاتل مع اخوه لكنه يعني مضطر. في اللحظه دي بيجي السير لورنت وبيقف يحمي رانيرا، لكنه بيكون عاوز يساعد إيريك بس مش عارف مين فيهم إيريك ومين إيريك. فبيسيبهم يتقاتلوا مع بعض، وإيريك في اللحظه دي بيقدر يسيطر على اخوه وبيفضل يضرب فيه. لكن إيريك بيستجمع قوته وفي عز حزنه وهو بيعيط بيطعن اخوه إيريك في بطنه فبيقع ميت. بعدها بقى اتكلم إيريك مع رانيرا وعرفها انه اسف انه ما كانش على قد المسؤوليه ومنعش اخوه قبل ما يوصل لها، ولان إيريك بيحس حاليا ان شرفه راح لما اخوه جه هنا وعمل كل ده، بيقتل نفسه وسط صدمه وذهول وحزن من رانيرا. قبل ما اكملك بقى ايه اللي حصل بعد موت إيريك وإيريك، هاخدك معايا رحله بسيطه لمملكه الروافد. مملكه الروافد دي يا صديقي هي مملكه في منطقه هارين هول، ومفروض يعني ان مسيطر عليها عائله اسمها عائله تالي. وبيحكم المملكه دي الى عجوز جروفر تالي. ومفترض برضو ان المنطقه دي هنا بتضم مجموعه كبيره من العائلات الكبيره غير عائله تالي برضو، زي عائله البلاك وود وعائله البراكن، واللي يبقوا عائلتين كبار جدا وبينهم مشاكل كبير من زمان جدا ودايما على خلاف، لدرجه ان الناس نسيت ايه سبب اصلا المعارك والمشاكل اللي بينهم. وحاليا مثلا عائله براكن في صف ايجون تارجاريان، اما عائله بلاك وود فدول في صف رانيرا. ونشوف حاليا بقى مجموعه كده من عائله براكن وهم واقفين سوا في مكان قريب للحدود مع عائله البلاك وود. في الوقت ده بيوصل امير من عائله البلاك وود اسمه بن الدموي. وبن الدموي ده شخص معروف انه مقاتل قوي وما عندوش قلب، والاهم من ده كله انه حليف شرس لرانيرا. وحاليا بيروح للمجموعه اللي من عائله براكن وبيعمل معاهم مشكله من لا شيء، فبسبب كده العائلتين بيتقاتلوا في معركه كبيره وشرسه. وللعلم احنا مش بنشوف المعركه حاليا، بس بنشوف نتائجها وبنشوف القتلى من العائلتين في كل مكان والمجزره اللي حصلت، وكل ده طبعا بسبب حرب رانيرا وايجون. عامه بننتقل للكينجز لاندنج العاصمه. بنشوف كريستن كول وهو بيجهز نفسه دلوقتي عشان يحضر اول اجتماع ليه كمساعد الملك، ولما بيجهز نفسه بياخد بعضه وبيروح للاجتماع مع الملك ايجون واليسنت وكل المجلس عامه. واول حاجه بنشوفها بقى ان الكل بيعاملوا كريستن وحش بسبب يعني انه بعت إيريك في مهمه مجنونه من غير ما ياخد راي حد، وإيريك فشل طبعا زي ما شفنا. لكن يا صديقي كل الكلام ده مش بيفرق مع كريستن، وبيبدا دلوقتي يتناقش مع الكل بخصوص مملكه الروافد والاحداث الكتيره اللي حصلت فيها. وبيكون كريستن شايف انه لازم ياخد قوه جيش ويروح لمملكه الروافد ويخضع كل العائلات اللي هناك لايجون. ويعرف كريستن ايجون ان افضل حل دلوقتي انه يروح بنفسه ومعاه قوه كبيره من الجيش وينهي الموضوع ده. في اللحظه دي بيقتنع ايجون جدا وبيوافق على كلام كريستن كول. بعد وقت مش طويل من كل ده بنشوف كريستن وهو خارج مع جيشه ورايح في طريقه لمملكه الروافد. بس قبل ما يروح كريستن لاي مكان بتجيله اليسنت، وبيكون مع اليسنت اخوها السير جوين هايتاور، واللي بتعرفه اليسنت دلوقتي على كريستن. وبتعرف كريستن ان جوين ورجالته هيروحوا معاه الحرب دي ويساندوه. ويبان كده ان كريستن مش مبسوط بالقرار ده،
خصوصا يعني جوين هايتاور بيبان انه مش مريح قوي ومش مرتاح لكريستين كول لانه خد مكان ابوه طبعا اوتو هايتاور كمساعد للملك. لكن في كل الاحوال بيضطر كريستين ان هو يوافق على كلام اليسنت، بياخد جوين ورجالته وبينطلقوا في طريقهم لمملكه الروافد. على ذكر مملكه الروافد بقى، فبنشوف ان ديمن تاركاريان بيوصل بتنينه لقلعه هارين هول بحيث ان هو يسيطر عليها زي ما عرفنا قبل كده. او بقى ما بيوصل ديمن لقلعه هارين هول بيلاقي القلعه متدمره تماما، ولان القلعه متدمره من زمان لان القلعه دي ملك عائله سترونج زي ما احنا عارفين. ومفروض يعني ان لاريس سترونج حرق القلعه دي بابوه واخوه الموسم اللي فات زي ما شفنا. المهم ان ديمن بيفضل يلف في القلعه لحد ما بيوصل لقاعه كده بيكون فيها هناك كام فرد كده من عائله سترونج، وعلى راسهم سايمون سترونج حاكم القلعه الحالي. وبمجرد ما بيشوف ديمن بيركع على ديمن وبيعلن ولاءه لرينيرا. وبس يا سيدي، بكل بساطه بيقعدوا سايمون وديمن على طاوله العشاء ياكلوا سوا، بس بيخاف ديمن ياكل لحسن الاكل يكون مسموم، وبيعرف سايمون انه مش واثق فيه لان ابن اخوه لاريس سترونج حاليا في صف ايجون. فبيعرفوا سايمون ان لاريس ده شخص زباله وهو مش بيحبه خالص، انه متاكد ان هو اللي قتل ابوه واخوه زمان، فبالتالي هو مش بيمشي تحت امره نهائيا. فبيفرح ديمن وبيعرف ان كده هيكون في تعاون حقيقي بينهم. وبنشوف صديقي ان ديمن بيطلب من سايمون يكلمه بلقب الملك او صاحب الجلاله مش الامير، وده بيخلي سايمون يستغرب شويه، وبنبدا نحس كده ان دايمن هدفه يبقى الملك وممكن في يوم من الايام اللي جايه ينقلب على رانيرا. المهم ان دايمن بيكمل كلامه مع سايمون وبيطلب منه انه يبقى يستدعي جروفر تالي بحيث يعني دايمن يتفاوض معاه عشان يبايع رانيرا ويبقى في صفهم، وبالتالي كل مملكه الروافد تبايع رانيرا برضه. فبيوافق دلوقتي سايمون وبيتفقوا على كده. بعد كده صديقي بيروح ديمن اوضه في القلعه ينام، وفي الاوضه دي بيبدا ديمن يلاقي ميه كده بتنقط عليه من كل مكان لان القلعه متدمره اصلا زي ما قلنا، وده طبعا بيضايق ديمن. بعد شويه بيلاقي ديمن حد بيحاول يفتح باب الاوضه عليه، فبيخاف وبيمسك سلاحه وبيفتح الباب، فمش بيلاقي حد. بياخد سيفه وبيلف في القلعه يشوف في ايه، وهنا بقى بيلاقي ديمن ان مراته رانيرا قاعده قدامه بس وهي صغيره في السن وماسكه طفل كده وبتخيط رقبته. فبيترعب ديمن وهوب بيفوق ان كل دي مجرد تخيلات مش اكتر من كده. وحاليا بتيجي لديمن واحده من القلعه وبتعرفوا ان القلعه هنا هتجننه وهيموت في الحته دي بالذات، وبتسيبه وبتمشي. ونعم صديقي ديمن بيشوف تهيؤات كده لان قلعه هارين هول من زمان جدا وهي قلعه مرعبه وبيحصل فيها حاجات غريبه مش مفهومه، بسبب يعني ان زمان ايجون الفاتح جد ديمن قتل فيها كل اللي كانوا فيها عشان خاطر يجبرهم يبايعوه على الحكم. ومن وقتها بقى ويقال ان القلعه بقى فيها ارواح وحاجات غريبه زي كده. عامه ده مش موضوعنا حاليا، بنسيب ديمن وبنرجع تاني للكينجز لاندنج وبنشوف ان ايجون حاليا بيجهز نفسه لانه ناوي يروح برضه الحرب مع كريستين كول. لكن بيجي حاليا لاريس سترونج لايجون وبينصحه ما يعملش كده لان ده خطر عليه، وبيعرفه كده من تحت لتحت زي الثعبان ان في اشاعات كتير في المدينه بتقول ان المجلس بتاعك اقنعك تروح تحارب بحيث امك اليسنت واخوك ايمند يديروا هما المملكه في غيابك. وبيبان كده يا صديقي ان لاريس بيكذب جدا بالكلام ده وبيحاول يعمل خلافات بين ايجون وامه واخوه. لكن يعني ايجون بيطلب دلوقتي من لاريس انه يتعامل مع اللي بيقولوا الاشاعات دي، وبيعرف لاريس انه من هنا ورايح هيعينه في المجلس كوزير الهمسات. وده دوره بالمناسبه يعني انه يعرف ايه اللي بيتقال عن الملك من اشاعات وغيره وحاجات تانية يعني مهمه ويتعامل معاها. فبيشكره لاريس وبيمشي. اما ايجون فبيقرر ما يروحش يحارب عشان ما يسيبش المملكه لامه واخوه. في نفس اليوم ده بالليل بنكون كده في بيت لبيعات الهوى والعياذ بالله، ولكن الفكره هنا في وجودنا في المكان ده هنا بنشوف هناك شخص اسمه اوليف الابيض وبيكون قاعد مع صحابه وبيحكي لهم دلوقتي انه ابن غير شرعي للملك بيلين، وحرفيا يبقى اخو الامير ديمن تارجاريان والملك فيسيريس تارجاريان ولكن الغير شرعي. في الوقت ده كل الموجودين مش بيصدقوا اوليف، لكن عايزك انت بقى يا صديقي تصدق اوليف ده كويس جدا وتفتكره كويس جدا برضه لقدام لانه مهم. عامه على الجانب الاخر بقى في دراجون ستون بنشوف ان رينيرا بتدفن الاخين اريك وإيريك وهي متضايقه جدا، وبتيجي حاليا لرانيرا رينيس وبتتكلم معاها وتعرفها ان الحرب لو بدات واستخدموا التنانين فيها الدنيا هتخرب. وبتقترح رينيس ان رانيرا تتواصل مع اليسنت لانهم كانوا صحاب زمان ويوصلوا يعني لاي حل يوقف الحرب دي. فبتعرف رانيرا رينيس انها هتشوف وتفكر وترد عليها في الموضوع ده. وبس بتقعد رانيرا مع ميساريا الدوده البيضاء، وبتكون رانيرا عرفت ان ميساريا هي اللي حذرت الكل ان اريك جاي يقتل رانيرا، وبالتالي حاليا بتشكر رانيرا ميساريا انها انقذت حياتها وبتسالها يعني عايزه ايه في المقابل. بتعرف ميساريا انها عايزاها تعينها في المجلس بتاعها، فبتصدم رانيرا وتعرف ميساريا انها هتفكر وترد عليها. بعدها بتقعد رانيرا مع رينا بنت ديمن لو تفتكرها، وبتعرف رينا انها عندها مهمه ليها مخصوص جدا. المهمه دي ان رينا هتاخد جوفري ابن رانيرا الصغير وهتروح بيه للسيده جين ارن خلة رانيرا واللي بتحكم منطقه الوادي زي ما عارفين، بحيث ان جوفري يتربى هناك هو وتنينو، وهو تنينو في نفس الوقت يحمي الوادي.
وبعد بقى ما توصل جوفري لجين ارين هتاخد بعضها وهتروح لقاره اسوس ومعاها فيسيريس وايجون ولاد رانيرا الصغيرين بحيث تربيهم هناك بعيد خالص عن الحرب اللي هنا. وبتكون رانيرا على فكره بتعمل كده لانها خايفه ان ولادها يتقتلوا. والعلم بتكون رينا مش مبسوطه بكل ده لانها حاسه يعني ان رانيرا بتبعدها عن الحرب لانها مش معاها تنين زي الكل، لكنها يعني مش بتعترض على كلام رانيرا وبتسمع كلامها. بعد شويه بتروح رانيرا تقعد مع المجلس بتاعها، والنهارده كل مستشارين رانيرا بيحاولوا ان هم يقنعوها تبدا الحرب ضد ايجون لانه كده كده خلاص هيبدا الحرب هو عليها. بس رانيرا بترفض تعمل كده دلوقتي لحد ما تتاكد ان مش هيبقى في اي حل لعمل صلح نهائيا، لان رانيرا مقتنعه بكلام رينيس اللي قالته لها من شويه وعايزه تجرب تعمل صلح بدل ما تعمل حرب كبيره بين التنانين. عامة بيتفضل المجلس دلوقتي. بعدها بنشوف رانيرا والكل بيودعوا رينا اللي دلوقتي خدت معاها عيال رانيرا الثلاثه وكمان 4 بيضات تنين بحيث تحافظ عليهم بامان في قاره اسوس بعيد عن الحرب اللي هنا. وبتاخد رينا دلوقتي كل وبتتحرك في طريقها عشان تبدا مهمتها مع ولاد رانيرا. على الناحيه الثانيه بنشوف ان بيلا اخت رينا وبنت ديمن بتكون على ظهر تنينها وفي مكان كده قريب لمملكه كينجز لاندنج بحيث تراقب المكان ده زي ما رانيرا طلبت منها الموسم اللي فات. اثناء بقى ما بيلا طايره حاليا بتشوف كريستن كول واقف مع جوين هاي تاور ومعاهم مجموعه من الجيش، فبتجري بيلا عليهم بالتنين بحيث تقتلهم، لكنهم بسرعه بيهربوا منها وبيتداروا وسط الغابه فمش بتعرف رينا توصل لهم. وعلى طول بترجع رينا على دراجون ستون وبتعرف رانيرا وكل المجلس بكل اللي شافته. واللي شافته حرفيا هو ان كريستن كول بيتحرك بجيش كبير ناحيه مملكه الروافد بحيث يخدعها عليه. في الوقت ده كل مجلس رانيرا بيشوفوا خلاص مفيش حل غير الحرب، بس رانيرا بترفض برضه الحل ده وبتاخد بعضها وبتروح دلوقتي تقابل مسارية الدودة البيضاء. بتطلب منها رانيرا تساعدها تروح لكينجز لاندنج تقابل اليسنت هناك، لان رانيرا حاسه انها لو قابلت اليسنت ممكن تقدر تنهي كل الخلافات. فرغم خوف مسارية دلوقتي يا صديقي من القرار ده لانها بتوافق. وفعلا بعد فتره مش طويله بنشوف رانيرا في الكينجز لاندنج ومتنكره في ملابس الراهبات، وحاليا بيكون معاها واحد من رجاله مسارية واللي بياخدها دلوقتي المعبد كده دايما اليسنت بتصلي فيه. بتدخل رانيرا المعبد ده وبتروح لاليسنت وبتثبتها، وطبعا بتتفاجئ اليسنت برانيرا، لكن رانيرا بتطلب منها ما تعملش اي صوت وبتعرفها انها جايه تتكلم معاها وبس. بعد كده بتفضل رانيرا تتكلم مع اليسنت وتعرفها انها ما قتلتش جيهيرس ابن ايجون ولا طلبت بقتله اصلا، ولكن دي كانت غلطه مش اكتر من كده، وتعرفها انها هي كمان خسرت ابنها لوسيريس وكده يبقوا خالصين، والافضل انهم يتصالحوا ورانيرا ترجع لحكمها وعرشها اللي اتسرقوا منها ويوفروا على نفسهم حرب كبيره هتخلص على كل عائله التارجاريان بتنانينهم. لكن اليسنت يا صديقي مش بتوافق على كل الكلام ده، وبتعرف رانيرا ان ابوها فيسيريس بنفسه هو اللي امر اصلا ان ايجون يكون الملك قبل ما يموت، فايه اللي بتقول عليه اتسرق وما اتسرقش، وبالتالي مش هينفع يخلوها تاني تبقى الملك. وبتبدا دلوقتي اليسنت تحكي لرانيرا فيسيريس قال ايه بالظبط قبل ما يموت عن ايجون. اول ما بتسمع رانيرا الكلام ده بتتفاجئ وبتعرف اليسنت ان فيسيريس قبل ما يموت كان كل كلامه مش على ايجون ابنك بل كان على ايجون الفاتح اول ملك في عائله التارجاريان، ما كانش بيتكلم خالص عن ايجون ابنك. لكن اليسنت برضه مش بتقتنع بالكلام ده وبتكون مقتنعه ان ابنها الملك وان فيسيريس قبل ما يموت عينه كملك، وبالتالي بتعرف رانيرا ان مفيش اي صلح هيتم بينهم. وبتسيب اليسنت رانيرا وبتمشي، وبتكون طبعا رانيرا حزينه وبتفضل تعيط لانها بكده بتكون اتاكدت ان خلاص مفيش غير الحرب. تاني يوم بقى بنشوف ديمن في قلعه هارين هول وبيكون كالعاده نايم وبيحلم وساحر القلعه بيتلاعب بيه. المهم ان ديمن في الحلم ده بقى بيشوف رانيرا قدامه وهي صغيره شويه وبتتكلم معاه وبتقول له انت استغلتني زمان وبتستغلني دلوقتي وكل ده عشان ابويا فيسيريس كان بيحبني اكتر منك واختارني انا كوريثه ليه لانه ما كانش بيثق فيك. وقتها بيتعصب ديمن وبيطلع سيفه وبيقطع رقبتها، وهوب بيصحى من النوم فبيلاقي ديمن قدامه اللورد سايمون سترونج لورد القلعه واقف قدامه. سايمون عرف ديمن دلوقتي ان في اخبار مش سعيده، وهي ان كريستن كول معاه جيش كبير بيتقدم بيه وبيكسب ارض كتيره في بلاد الروافد، زي انه قدر يستولي على قلعتين في بلاد الروافد وهما قلعه روزبي وستوك وورث، والمفروض كمان انه حاليا بيتقدم على هارين هول عشان خاطر يحاربنا. بيعرفوا سايمون كمان ان في حد مستنيه، فبيروح دلوقتي دايما عشان خاطر يشوف مين اللي مستنيه ده، فبيلاقي طفل كده صغير اسمه اوسكار تالي واللي يبقى حفيد جروفر تالي لورد بلاد الروافد كلها زي ما قلنا. المهم ان اوسكار تالي حاليا بيعرف ديمن ان للاسف جده مريض جدا وحرفيا بين الحياه والموت، فمش عارف يدي امر لرجالته ان هم يحاربوا مع ديمن، وطبعا ما يقدرش حد خالص غيره يدي القرار زي ده. وده بيتعصب ديمن وبيعرف اوسكار تالي انه كده مش هيستفيد منه في اي حاجه وبالتالي مش عايز يشوف وشه. بيتكلم دلوقتي ديمن مع سايمون وبيطلب منه يعمل اجتماع مع حد من عائله البلاك وود بحيث يقدر منهم يكون جيش يردع بيه جيش كريستن كول، فبيوافق سايمون على امره وبيمشي دلوقتي ديمن. وفي الليل بقى بيبدا سحر القلعه من تاني يلعب براس ديمن، لان ديمن بيشوف حد كده ماشي في القلعه فبيستغرب وبيمشي ورا الحد ده لحد ما بيشوف وشه وبيطلع انه نسخه من ديمن ولكن بعين واحده زي ايمن، وطبعا كل ده خيال مش حقيقي بسبب برضه سحر القلعه اللي هنا. المهم ان ديمن بيفوق دلوقتي فبيلاقي نفسه قدام البنت اللي سبق وقالت له انه هيموت في القلعه،
وبنعرف حاليا ان البنت دي اسمها أليس، وتقدر تقول كده انها حكيمه هنا في القلعه او ساحره بمعنى ادق. المهم يعني ان أليس دي بتكون غريبه وبتفضل تقول لديمن انها عارفه انه اتخانق مع مراته رانيرا قبل ما يجي هنا، وانه بيختلف مع رانيرا وشايفها مش احق بالحكم منه. وبتدي دلوقتي أليس لديمن مشروب كده يشربه عشان يعني يكون كويس، وبمجرد ما بيشرب ديمن المشروب ده ما تفهمش ايه اللي حصل له، فجأة بيلاقي نفسه في اجتماع مع سايمون وكمان السير ويليام بلاكوود ممثل عائلة البلاكوود. وبيكون ديمن حاليا مش مركز في اي حاجة، انه مش عارف اصلا هو وصل للاجتماع ده ازاي. وفوق كل ده بقى فديمن بسبب المشروب اللي هو شربه دلوقتي الغريب ده بيبدأ يتخيل حاجات غريبة، زي انه بيتخيل مراته لينا فالاريان اللي ماتت زمان في الموسم الاول داخل عليه دلوقتي بتقدم المشاريب وحاجات غريبة زي كده. من الاخر كده مش بيقدر ديمن يوصل لاي اتفاق مع ويليام بسبب حالته الزباله. دلوقتي بقى بنسيب ديمن زي ما هو وبنطير لكريستين كول، واللي بيكون حاليا هو وجيشه في قلعه من القلاع في بلاد الروافد اسمها قلعه داركلين، ودي قلعه على فكره مواليه برضه لرانيرا. وحاليا بقى بيكون كريستين كول وجيشه قاتلين كتير من اللي في القلعه ومستولين عليها، وفوق ده كله فكريستين كول بيقتل لورد القلعه عن طريق اعدامه، واللي عامل لورد القلعه دي يبقى ابو واحد من مجلس رانيرا. المجمل يعني بعد كده الاخبار بتوصل لايجون، فبيجتمع مع مجلسه بما فيهم ايمند، وبيكونوا دلوقتي الكل فرحانين ان كريستين كول حقق انتصارات كتير جدا لدرجه ان الكل دلوقتي بيطلقوا عليه اسم صانع الملوك. مثلا حاليا بيعرف ايجون الكل ان كريستين كول لازم يروح لقلعه هارين هول ويخلص على ديمن ويحتلها، لكن ايمند بيتدخل وبيعرف ايجون انه اصلا امر كريستين كول يحتل قلعه تانية كده اسمها قلعه روكس ريست، لانها قلعه صغيره وهيسيطر عليها بكل سهوله. وفوق كل ده بقى فالقلعه دي تبع واحد من مجلس رانيرا اسمه اللورد ستونتون، فيعني هتكون دي ضربه موجعه جدا لرانيرا. لكن ايجون مش بيقتنع بالكلام ده وبيأمر برضه ان كريستين كول يروح يحتل هارين هول، فبيعرفوا ايموند انه خلاص اتفق مع كريستين كول واصلا هو في طريقه دلوقتي لقلعه روكس ريست، وكمان ايموند هياخد تنين وفيجر وهيروح يساعده. وبيخلص ايموند كلامه بكل حزم وبيسيب الاجتماع وبيمشي، وبيبدا ايجون يحس هنا ان ايموند والكل مش بيسمعوا كلامه وبيتحكموا فيه. في نفس الوقت ده بتستقبل أليسنت كبير الحكماء وبتاخد منه مشروب معين كده، بنعرف ان المشروب ده عشان يعني ما تحملش لانها خايفه ان هي تحمل بشكل غير شرعي من كريستين كول. المهم ان أليسنت بعد ما خدت الدواء بتسال كبير الحكماء رايه ايه، هل فيسيريس كان عاوز ان ايجون يمسك الحكم ولا كان عاوز رانيرا؟ وبتكون أليسنت بتساله كده لانها اصبحت شاكه في حقيه ابنها للملك بعد يعني ما رانيرا حكت لها عن موضوع نبوه ايجون الفاتح اللي فيسيريس حكاها لأليسنت بالغلط، وهي افتكرته قصده على ابنها ايجون انه يكون الملك. بعد ما بيخلص كبير الحكماء الكلام معاها وبيمشي، وبيجي دلوقتي لأليسنت الثعبان لاريس سترونج وبيشوف عند أليسنت الدواء، فبيعرف على طول انها خدته عشان خاطر ما تحملش من كريستين كول، وبالتالي بيتاكد اكتر بالعلاقه المحرمه اللي بين أليسنت وكريستين كول، لكنه مش بيقول اي حاجه. عموما بتدخل دلوقتي أليسنت اوضه ايجون وبتفضل تالف فيها على كتب فيسيريس بحيث تتاكد منها ان رانيرا كانت بتقول الحقيقه وان فيسيريس كان قصده على ايجون الفاتح مش ايجون ابنها. واثناء ما كانت أليسنت بتدور بيجي ايجون للاوضه، فبتقعد دلوقتي أليسنت تتكلم معاه. عرفها ايجون انه متضايق ان محدش بيسمع كلامه نهائيا، وتعرفوا أليسنت انه ما عندوش اي خبره في اي حاجه وبقى ملك بصدفه، فاحسن حاجه انه يقعد فاضي وما يشاركش في اي حاجه والا هينيل الدنيا. كلام أليسنت ده يا صديقي يثبت انها اقتنعت بكلام رانيرا وان ابنها ايجون ما يصلحش يبقى ملك، فطبعا ايجون بيتغاظ جدا من الكلام ده وبيقرر قرار مجنون، وهو انه يروح عند قلعه روكس ريست ويشارك في الحرب الكبيره اللي هناك مع جيش كريستين كول بحيث يثبت للكل انه ملك بجد. وبالتالي بيلبس دلوقتي ايجون درع جده ايجون الفاتح وبياخد تنينه القوي سانفاير وبيطير دلوقتي في طريقه لقلعه روكس ريست. على الجانب الاخر في دراجون ستون بتروح الاميره رينيس للمينا، وهناك بتتكلم رينيس مع واحد من رجاله جوزها كورلس فالاريان واسمه الين. الين بقى صديقي شفناه قبل كده على فكره مع كورلس، ويبقى جندي قوي جدا من رجالته وكان السبب في انقاذ كورلس فالاريان من الموت. وحاليا بقى رينيس بتتكلم مع الين بطريقه غريبه وبتفضل يعني تساله عن امه، وبنفهم من الكلام ده ان الين ده يبقى ابن كورلس ولكن غير شرعي. عامة بيجي كورلس حاليا وبيعرف رينيس انها ما ينفعش اللي بتعمله ده، بتعرفوا رينيس انها مش جايه تضايق الين بل جايه تطلب من كورلس دلوقتي انه يرقيه لانه يستحق الترقيه، خصوصا انه انقذه، لان العلم يا صديقي كورلس اصلا عاوز يرقيه ولكن مش عاوز يعمل كده عشان رينيس ما تزعلش. بعد كده بتعرف رينيس كورلس ان رانيرا غايبه لانها كانت في كينجز لاندنج بتقابل أليسنت ولسه ما رجعتش، وبالتالي للاسف في شويه مشاكل في المجلس فلازم تروح تحلها، وبتسيب رينيس كورلس وبتروح دلوقتي المجلس. بعد فتره مش طويله بتوصل رانيرا لدراجون ستون هي كمان، وبتعرف رانيرا الكل انها راحت لكينجز لاندنج عشان تعمل سلام مع أليسنت، لكن اكتشفت ان الحل ده مش هينفع وبالتالي مفيش غير الحرب. وبتقرر رانيرا انها تبعت دلوقتي تنين لروكس ريست عشان خاطر يحارب كريستين كول واللي معاه هناك بحيث ما يحتلوش تاني قلعه من قلاعها المواليين ليها. في الوقت ده لوسيريس ان رانيرا بيكون عاوز ياخد تنينه ويروح يشارك في الحرب، بس رانيرا بترفض، فبتقرر رينيس تاخد تنينها المخضرم في الحروب ميلس وتروح تحارب بيه في روكس ريست. وبس بتودع رينيس الكل وبتاخد تنينها وبتطير بقى في طريقها لروكس ريست.
على ذكر روكس ريست. فبيوصل هناك كريستين كول وجيشه وبيبداوا المعركه مع رجاله القلعه اللي كانوا محتمين جوه القلعه لقله عددهم، وبيضربوا دلوقتي على جيش كريستين كول بالاسهم. وسط بقى كل ده بتوصل رينيس بتنينها ميليس وبتبدا تحرق وتقتل في جيش كريستين كول بمنتهى القوه. وهنا بقى الحاجه الغريبه لان كريستين كول بيفرح وبيطلب فجاه من واحد من الجنود يبعت اشاره، فبيبعت الجندي ده الاشاره فعلا، واللي بيشوفها ايمند اللي كان مستخبي مع تنينه العملاق فيجر وسط الغابه. اول ما بيشوف ايموند الاشاره بيجهز فيجر عشان يطير بيها، لكن في اللحظه دي بيلاقي ايموند ان ايجون جاي دلوقتي بتنينه للمعركه، فبيفرح ايموند وبيقعد زي ما هو وبيقرر انه مش هيشارك دلوقتي، وهنفهم ليه قدام. المهم ان ايجون بيروح لرينيس وتنينها وبيطلق عليهم نار، لكن النار دي ولا بتاثر في رينيس لانها بخبره السنين بتقدر تعمل مناورات كبيره. ومره واحده بيهجم تنين رينيس على تنين ايجون وبيبدا يقطع في جسمه حرفيا. وسط كل ده بيوصل ايموند المعركه، لكن ايموند يا صديقي بدل ما يساعد اخوه لا ده بيأمر فيجر يطلق النار على الكل، وكانه عاوز يخلص على اخوه خالص بس ياخد مكانه. وبسبب اللي حصل ده هوب بيقع ايجون وتنينه مش بنعرف حصل لهم ايه. اما بقى رينيس فبتهرب بالتنين بتاعها، لكن في اخر لحظه بترجع في كلامها وبتقرر ترجع تكمل المعركه بكل شجاعه. فبتروح للتنين العملاق فيجر وبتهجم عليه، وبيفضل تنين رينيس يضرب في تنين ايموند وتنين ايموند يضرب فيها لحد ما بيقدر التنين بتاع رينيس يصيب تنين ايموند وبيقع التنين على الارض. لكنه بيرجع يقوم تاني وبيهجم على تنين رينيس، والمره دي بيقضي على رقبه تنين رينيس وبيموت تنينها للاسف. ويبدا بقى يقع وعليه رينيس، واللي بتكون عارفه ان دي خلاص لحظتها الاخيره. ومره واحده بيصطدموا التنين ورينيس بالارض وبيموتوا في مشهد صادم وحزين لا بعد الحدود. بعد ده كله بقى يا صديقي بنشوف ان كريستين كول كان واقع في ارض المعركه ومغمى عليه، لكنه حاليا بيقوم بيلاقي الدمار في كل مكان حواليه وبيكونش مصدق اللي شايفه لانها مجزره حرفيا. بس مش بيحط في باله قوي وبيلف يدور على ايجون، فبيلاقي ايموند دلوقتي هو كمان رايح ناحيه ايجون ومعاه سيف، فبينده كريستين كول عليه بيشيل ايموند سيفه، وبنفهم ان ايموند ما كانش ناوي على خير وكان ناوي يغدر باخوه. في المجمل بيروح عند ايجون دلوقتي في هو واقع هو وتنينه وهما الاتنين بينازعوا الموت حرفيا. بعد اللي حصل ده يا سيدي بكام يوم بنشوف كورلس فالاريان جوز رينيس، واللي بيكون حاليا في مقر حكم العيله دريفت مارك، ويبان على كورلس الحزن الشديد جدا على زوجته اللي مش هيقدر ينساها ابدا. عموما يعني على الجانب الاخر في دراجون ستون بنشوف ان رانيرا برضه حزينه جدا على موت رينيس لانها كانت قريبتها واهم حليف ليها. في المجمل بعد شويه اجتمعت رانيرا مع المجلس بتاعها، وكانوا كل اللي في المجلس متضايقين جدا من اللي حصل لرينيس وشايفين انهم لازم يردوا الضرب لايموند وحزب الخضر كله. عامه يعني واحد من المجلس اسمه السير الفريد بينسى نفسه شويتين وبيقول لرانيرا انهم خسروا في معركه روكس ريست بسبب قله خبره رانيرا في المعارك لانها في الاول والاخر ست. وبيقول الفريد كمان ان في مشكله تانية، وهي ان ديمون جوز رانيرا المفروض ان هو راح لقلعه هارين هول عشان يعني يخضع عائلات مملكه الروافد ويكون منهم جيش كبير يحارب بيه جيش كريستين كول، بس المشكله ان ديمون مش بيرد على رسائلهم ولا حد يعرف هو جمع جيش ولا لا. في اللحظه دي يا صديقي ورغم ان كلام الفريد صح الا ان رانيرا بتتضايق منه فبتنهي الاجتماع. بعد كده قعدت رانيرا مع ميساريا الدوده البيضاء وفضلوا يحكوا بقى في الوضع الحالي وازاي يحلوه. فوقتها فكرت ميساريا وعرفت رانيرا انهم لازم يستغلوا الشعب في العاصمه كينجز لاندنج، لان الشعب حاليا عايش في ازمه اقتصاديه رهيبه في كينجز لاندنج بسبب الحرب وبسبب ان كورلس فالاريان عامل حصار باسطوله الكبير على العاصمه، فبالتالي مفيش اكل خالص بيدخل العاصمه والناس حرفيا على اخرها. ده غير ان العامه عددهم كبير جدا ولو خدناهم في صفنا اكيد هيفرقوا جدا في الحرب. وقتها بتعجب رانيرا بخطه ميساريا وبتأمرها تنفذها. فعطول بتبعت ميساريا للعاصمه واحده من الخدم بتوعها اسمها اليندا، واليندا دي بقى بتوصل فعلا للعاصمه وبتقابل هناك جندي من الحرس الملكي بيشتغل لصالح ميساريا. الجندي ده بقى بيدخل اليندا للعاصمه، بعد كده بتروح لواحده صاحبتها هناك عشان تبدا خطتها. ايه الخطه دي مش بنعرف حاليا ولكن كالمعتاد هنعرف قدام. في نفس الوقت ده بقى بنشوف ان جيسيريس ابن رانيرا بيكون واقف بيتكلم مع خطيبته بيلا بنت ديمون، وبيكون جيسيريس دلوقتي متضايق بشكل مش طبيعي من ديمون لانه مش بيرد على رسائلهم وشكله كده مش موالي لرانيرا بشكل كامل، وعشان كده بيقرر جيسيريس يساعد امه ولكن بفكره من دماغه. بيعرف حاليا بيلا ان في ممر اسمه ممر التوأمان بيربط الشمال بمملكه الروافد، وطبعا كريجن ستارك قائد وينترفيل والشمال وعد جيسيريس قبل كده انه هيبعت له جيش مكون من 2000 جندي بحيث يحاربوا معاه في مملكه الروافد. وطبعا الناس دي جايه على رجليها، وبالتالي عشان يوصلوا مملكه الروافد بخير هيعدوا على معبر التوأمان، فبالتالي لازم نتحالف حاليا مع العائله اللي بتدير المعبر ده بحيث يسيبوا جيش الستارك يعدوا لمملكه الروافد بدون اي مشاكل. وبالتالي بقى بيقرر جيسيريس يروح للعائله دي ويتفاوض معاهم. وللعلم العائله اللي بيسيطروا على معبر التوأمان هم عائله فري، وملحوظه يعني اللي شاف ملخصات مسلسل جيم اوف ثرونز اللي عملناه قبل كده على القناه فعارف كويس جدا عائله الفري دول زباله قد ايه. لكن على الرغم من كده جيسيريس مش بيفكر في الموضوع ده مرتين وعلى طول بيروح لمعبر التوأمان
وبيقابل هناك راجل وست كده المفروض يعني انهم ممثلين عن عائله الفري، وحاليا بيطلب جيسيريس انهم يتحالفوا معاهم، فبيوافقوا وبيقرروا ان هم يعلنوا ولائهم لرانيرا كمان، لكن بشرط واحد بس: بعد ما تخلص الحرب ياخدوا قلعه هارين هول من عائله السترونج وتبقى قلعتهم هم. وقتها بيوافق جيسيريس غصب عنه بدون تفكير كتير وبيسيب المكان وبيمشي. على الناحيه التانيه بنشوف ان رانيرا بتقعد دلوقتي مع بيلا وبيفضلوا يتكلموا عن رينيس وذكرياتها معاهم وهم زعلانين جدا طبعا عليها. بعدها بتطلب رانيرا من بيلا انها تروح لجدها كولس فالاريان وتحاول ان هي تقنعه انه ينضم لمجلس رانيرا ويكون مساعد الملك، لانه عنده خبره كبيره جدا وهيفيدها جدا، خصوصا ان مكان مساعد الملكه اصبح فارغ بعد موت رينيس. طبعا بتوافق بيلا وعلى طول بتروح لكولس وبتعرفه بقى العرض بتاع رانيرا. وقتها بيتضايق كولس انه زهق من دعم رانيرا اللي حرفيا خسروا عيلته كلها، لكن بيلا بتعرف كولس ان ده واجبهم وانه لازم يوافق لو فعلا بيحب رينيس. بيوافق كولس على كلامها وبيقبل بالمنصب. في نفس الوقت ده ولكن في دراجون ستون بنشوف ان رانيرا بتقعد مع السير الفريد اللي من مجلسها واللي اتكلمنا عنه من شويه، وحاليا عرفت رانيرا الفريد انه كان معاه حق في موضوع ديمن وانهم مش سامعين منه اي خبر، وعشان كده تطلب رانيرا من الفريد انه يروح بنفسه لقلعه هارين هول ويقابل ديمن ويحاول يتكلم معاه بالعقل ويفهم بقى ايه اللي بيحصل. فبيوافق الفريد وبيقرر يقوم بالمهمه دي. وبس بعد شويه بيوصل جيسيريس من مهمته وبيقعد يتكلم مع امه واللي بتكون فرحانه جدا طبعا باللي عمله مع عائله فري وبتفضل بقى تشجعه. بعد كده بتقول رانيرا لجيسيريس ان ايجون الملك غالبا مات، وحاليا اللي هيدير كل حاجه في العاصمه في الغالب هيكون ايمند، وده بقى مجنون ومش هيتردد لحظه انه يجيب تنين وفيجر ويقتل اي حد يقف في طريقه. وبتكون رانيرا شايفه ان لازم ايمند وفيجر يتم القضاء عليهم لو عاوزين فعلا يكسبوا الحرب دي، بس بتكون رانيرا مش عارفه تعمل كده ازاي وهي مش معاها التنانين الكافيه للقضاء على فيجر. وقتها بيعرض جيسيريس كلام امه وبيعرفها ان دراجون ستون مليانه بتنانين، زي مثلا تنين عملاق جدا اسمه فيرماسور وتنين تاني اسمه سيلفر وينج، ده غير تنين سي سموك التنين بتاع لينور ابن كولس ورينيس واللي كان جوز رينيرا. وطبعا زي ما عرفنا يا صديقي في الموسم اللي فات فلينور زيف موته وهرب من القاره خالص، وبالتالي تنينه دلوقتي بدون راكب. وقتها بتفكر رانيرا في كلام جيسيريس ده وبتشوف انه منطقي جدا وحلو جدا، وبتقرر من اللحظه دي انها تدور على الركاب للتنانين اللي عندها دول، وبكده هتكبر جيشها بشكل مش طبيعي وتقدر اخيرا تهزم فيجر. على الناحيه التانيه بقى بنشوف ان ديمن حاليا كان على تنينه ومثبت كذا شخص كده من عائله براكن لو تفتكرهم، وعلى راسهم ايموس براكن كبير العائله نفسها، وبيعرفهم ديمون حاليا انهم يا اما ينضموا ليه يا اما يحرقهم، فبيختاروا حرفيا انهم يتحرقوا ولا انهم ينضموا له، لان طبعا ديمون معاه في صفه عائله البلاك وود واللي هم اعداء عائله براكن، فحرفيا اختاروا الحرق على انهم يتعاونوا معاهم. لكن ديمون مش بيحرقهم وبيطلب دلوقتي من ويليام بلاكوود كبير عائله بلاكوود ان هو وعائلته يهاجموا عائله البراكن ويعملوا لهم جرائم بشعه جدا ومشاكل كتير لحد ما يجبروهم ينضموا لديمون وجيشه. وطبعا لان ويليام بيكره عائله براكن بيوافق جدا. عامه بعدها بقى بيرجع ديمون لقلعه هارين هول، وكالعاده القلعه بتتلاعب بدماغه وبيبدا يشوف احلام يقظه غريبه والمره دي كانت مقرفه. لكن حاليا بيجي له سايمون سترونج قائد القلعه وبيفوقه وبيتكلم معاه، فبيفوق ديمون من الحاله اللي هو فيها وبيروح دلوقتي مع سايمون سترونج بحيث ياكله. في الوقت ده اتكلم سايمون سترونج مع ديمون وعرفوا ان القلعه متدمره تماما وانهم لازم يظبطوها عشان يقدروا يعيشوا فيها ويستقبلوا كمان الجيوش اللي ناويين يلموها. فبيوافق ديمون على كلامه وبيقرر كمان انه هيصرف على القلعه معاه وهيرممها وهيظبطها كلها. تاني يوم فعلا بنشوف ان ديمون جابوا عمال يشتغلوا في القلعه وكان حرفيا هو التاني بيشتغل بايده معه. وسط كل ده بقى جت الساحره اليس لو تفتكرها وبدات تتكلم مع ديمون. عرفته اليس انها عندها قدره وبتقدر تسمع الرياح، وبسبب كده عرفت ان الاوضاع مع عائله البراكن زي الزفت، وعائله البلاك وود قتلوا ناس كتير ابرياء. وبتعرفوا اليس انه مش هيقدر يجمع جيش بالشكل ده لان دي جرائم حرب، لكن ديمون حرفيا مش بيهتم بكلامها وعرفها انه هيكمل في خطته مهما كلفه الامر. وسط الكلام بقى سالته اليس عن مراته رانيرا وهل لسه شايفها كملكه، فبيعرفها ديمون ان هو الملك واللي يستحق العرش، اما رانيرا فهتحكم معاه مش اكتر من كده. وبيبان يا صديقي ان ديمون كده هدفه العرش وممكن يخون اي حد في سبيل ده حتى رانيرا. وحاليا بيكون ديمون سايب اليس وماشي، فبتساله اليس عن امه فبيستغرب ديمون لانه كان بيحلم بيها النهارده، وبيبدا يشك دلوقتي ان اليس هي السبب في احلامه وهلاوسه دي. المهم في الوقت ده بيجي سايمون سترونج وبيعرف ديمون ان ويليام بلاكوود قدر يخضع عائله البراكن وهم حاليا في صف ديمون، فبيفرح ديمون جدا جدا جدا. لكن فرحتهم مش بتستمر كتير، لان في الليل بيجي سايمون سترونج لديمون وبيصحيه من نومه وبيعرفوا ان قاده عائلات مملكه الروافد عايزين دلوقتي يقابلوه. فبيروح ديمون وهو مخضوض يقابلهم، فبيلاقي دلوقتي كل القاده حرفيا مش طايقين ديمون بسبب الجرائم الكتير اللي امر عائله البلاكوود يعملوها في عائله البراكن، واللي هي كانت فظيعه يا صديقي الصراحه. وبالتالي بيعرفوا القاده دلوقتي انهم مش هينضموا له حتى لو فكر حتى ان هو يقتلهم كلهم بنار التنين بتاعه، وبيسيبوه دلوقتي وبيمشوا.
وبيكون دايمن مصدوم ومش عارف يعمل ايه وحاسس انه جاب العيد. عامه بنسيب دايمن بقى وبنروح لرينا بنت دايمن، واللي حاليا بتكون وصلت الوادي مع جين ايرن قريبه رينيرا واللي بتحكم الوادي زي ما قلت لك. وبتكون حاليا جين ايرن متضايقه جدا من رانيرا لانها طلبت من رانيرا تنين يحمي الوادي، وفي المقابل هتديها جيش مكون من 15,000 جندي يحاربوا في صفها. لكن رانيرا ما التزمتش بالعهد وبعتت لجين 2 من عيالها الاطفال اللي معاهم تنانين صغيره جدا 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 ملهاش اي لازمه. لكن هنا بتعرفها ان التنانين هتكبر ومصيرها هتحمي الوادي وان ده افضل حاجه ممكن يعملوها معاها. بتوافق جين على كلامها وهي متضايقه وبتعدي الموقف. على الناحيه الثانيه بقى في العاصمه كينجز لاندنج بنشوف ان الجنود وعراسهم كريستين كول بيلفوا في كل مكان في العاصمه براس التنين ميليس التنينه بتاعت رينيس عشان خاطر يوروا الشعب دلوقتي الانتصار الكبير اللي عملوه. لكن الشعب يا صديقي ما بيكونش شايف ان ده انتصار، وبيكون شايف ان ده نذير شؤم على المملكه كلها، لان دي حرفيا اول مره يشوفوا تنين مقتول. وبنشوف مع الجنود اللي بيلفوا دلوقتي براس ميليس صندوق كده شكله غريب ومتغطي. وبعد فتره مش طويله بنشوف ان الجنود بيوصلوا لقصر الملك، والصندوق ده بيكون فيه الملك ايجون نفسه، واللي حرفيا في غيبوبه بسبب الاصابات الكتير اللي اتعرض لها ومحدش يعرف هو هيعيش ولا هيموت. بتكون أليسنت ام ايجون معاه حاليا وبتشوف حاله ابنها الصعبه وبتزعل عليه جدا. وبتكون حاله ايجون يا صديقي صعبه جدا لدرجه ان جزء من درعه ساح على جسمه بسبب النار اللي اتعرض لها. وحاليا بقى وسط كل ده بيجي ايموند لأليسنت وبيعرفها انهم لازم يعينوا حد كوصي لعرش الملك مكان ايجون، بحيث يعني يدير المملكه لحد ما ايجون يفوق تاني من غيبوبته. بتصدم أليسنت من انه مش مركز دلوقتي مع اخوه ومركز مع العرش، وبتبدا تحس ان ايموند ليه يد في اللي حصل لاخوه بحيث ياخد مكانه. فبناء عليه بتروح لكريستين كول وبتساله ايموند عمل ايه في المعركه، لكن كريستين مش بيرضى يقول اي حاجه، فبتسيبه أليسنت وهي متضايقه وبتمشي. بعد فتره بقى بتجتمع أليسنت مع المجلس الملكي وبتعرض دلوقتي على الكل انها تكون هي الوصيه على العرش وتحكم لحد ما ايجون يفوق. لكن ما حدش بيوافق على الكلام ده، والكل للاسف بيختاروا ان ايموند هو اللي يكون الوصي ويحكم المملكه. فبتتغاظ أليسنت جدا انها ما كانتش عايزه ايموند المجنون ده يمسك المنصب لانه حرفيا هيخرب الدنيا. المهم ايموند حاليا بقى بما ان الكل اختاروه بدون تردد قعد على كرسي الملك وبدا يصدر الاوامر. وكانت الاوامر دي باختصار انه بيطلب دلوقتي من تايلان لانستر الموجود في المجلس معاهم حاليا انه يخلي اخوه جيسون لانستر يتحرك بجيشه الكبير من الغرب عشان يشارك في المملكه. فبيوافق تايلان. بعد كده بيعرف ايموند الكل انهم لازم يقفلوا ابواب المدينه لان الشعب حاليا كله بقى فقير بشكل مش طبيعي بسبب حصار كورلس، وبيحاولوا انهم يهربوا من المدينه وده ما ينفعش يحصل. بيوافقوا الكل على كلام ايموند وبيقرروا ينفذوه. بمناسبه بقى الشعب، فحاليا بنشوف شخص من الشعب اسمه هيو المطرقه، راجل غلبان بيشتغل كحداد وشفناه كذا مره لو تاخد بالك. وللعلم الراجل ده مهم جدا 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 جدا، ومش هحرق عليكم واقول لكم ليه، بس يعني خليك فاكره يا صديقي لقدام. المهم يعني ان هيو حاليا كان في بيته مع مراته وبنته المريضه جدا، وبتعرفوا مراته انهم لازم يهربوا من المدينه ويحاولوا يعالجوا بنتهم. بيوافق هيو لان مفيش اي حل تاني، وتاني يوم بياخد مراته وبنته عشان يهربوا من المدينه، لكنهم بيلاقوا الحرس الملكي قافلين ابواب المدينه وبيمنعوا دلوقتي اي حد يخرج. فبيتصدم هيو وبيرجع وما بيكونش عارف يعمل ايه مع بنته، وهنشوف هيعمل ايه طبعا ولكن قدام. دلوقتي بقى يا صديقي بنتجه لحصن في المملكه بتاعت الروافد اسمه حصن جولدن توث. في الحصن ده بيوصل جيسون لانستر وجيشه العملاق وبيقابلوا قائد الحصن واللي بيكون موالي لايجون وجيسون وجيشه. فالمهم يعني ان جيسون حاليا طلب من قائد الحصن يبعت رساله لايموند ويعرفوا ان جيش جيسون لانستر جاهز وانه لازم دلوقتي يجي يحارب معاهم عشان خاطر محدش يقدر عليهم. فبيوافق القائد وبيقرر يعمل كده. بعد فتره بقى مش طويله بتوصل الرساله دي لايموند واللي بيكون قاعد مع كل مجلسه وبيتعصب جدا ان جيسون بيأمره ينضم اليه للحرب، وعشان كده بقى بيأمر ايموند الكل انهم يخلوا جيسون يتقدم هو وجيشه بدون ايموند ولا تنينه. وبيأمر كمان ايموند كريستين كول انه يجهز جيشه عشان هيتحرك هو وجيشه ويروح هارن هول ياخدها من ديمن. وفوق كل ده بقى بيأمر ايموند تايلاند لانستر انه ياخد بعضه ويروح لمكان اسمه المدن الحره ويتفاوض بنفسه مع حكام المكان ده عشان يضيقوا الخناق على كورلس وجيشه، وده طبعا هيساعد ان حصار كورلس العاصمه يقل. ويا صديقي لو مش فاكر المدن الحره، فالمدن الحره دي قلنا قبل كده ان فيها مجموعه من المتمردين وسبق وديمن وكورلس حاربوهم الموسم الاول، وحاليا بقى الاخ ايموند المجنون عاوز يتحالف معاهم عشان خاطر يضر كورلس، خصوصا ان ايموند مش بيملك اسطول كبير زي بتاع كورلس. المهم في الوقت ده بقى بتعترض أليسنت على اوامر ايموند لانها خطر جدا، وبسبب كده بيتضايق ايموند. بعد المجلس بيتكلم مع امه وبيعرفها انه عزلها خلاص من منصبها في المجلس، فبتتصدم أليسنت وبتمشي بدون اي تعليق. المهم بنستمر بقى في العاصمه برضه زي ما احنا، ولكن بنروح لمكان تاني الا وهو حانه كده في المدينه. في الحاله دي بيكون موجود اوليف الابيض اللي سبق وشفناه قبل كده، وقلنا قبل كده لو تفتكر انه واحد من الابناء الغير شرعيين لعائله التاركاريان،
وهو بيقول على نفسه كمان انه ابن بيلين تارجاريان، يعني اخو فيسيريس وديمن. المهم ان اوليف حاليا كان قاعد في الحانه، وبتيجي ست كده للحانه وبتفضل تقول ان المدينه ما فيهاش اكل ليهم، لكن القصر مليان اكل اشكال والوان، لان الملك وحاشيته مش بيحسوا بحد من الشعب. وقتها بيتصدم اوليف وكل الناس ويفضلوا بقى يشتموا في الملك ويشكروا في رينيرا. وبنعرف في اللحظه دي ان الست اللي بتقوم الشعب هي في الحقيقه تبع ميساريا، لان ده جزء من خطه ميساريا. على العموم بعد شويه بنشوف زوجة هيو وهي واقفه بتجيب اكل، لكنها للاسف مش بتلاقي اي اكل متبقي في المدينه خالص عشان تجيبه. وفي نفس الوقت بقى بتشوف هي وكل الناس اللي في الشارع عربيات كبيره محمله بخرفان كتير رايحه على القصر عشان اللي في القصر ياكلوها، وعشان برضه التانيين كمان تاكل. وطبعا ده كله بيغيظ الناس اللي موجوده. في نفس الوقت ده كان ايمند قاعد مع لاريس سترونج، وبيفضل لاريس دلوقتي يلعب في دماغه ويقول له انه لازم يعينه كمساعد ليه، لكن ايمند بيكون اذكى من كده بكتير وعارف ان لاريس خبيث واكيد مش غرضه خير، وبالتالي بيرفض يعينه كمساعد ليه، وبيأمره بس يبعت رساله لأوتو هيطور جده بحيث يجي للقصر ويكون هو المساعد. طبعا لاريس بيكون متغاظ لكن غصب عنه بيوافق. في الوقت ده بقى بيوصل للمكان كبير الحكماء المايستر اوريل. اوريل بقى عرف ايمند وكل الموجودين ان في اخبار سعيده، وهي ان الملك ايجون فاق من غيبوبته. وقتها بيتضايق ايمند جدا وبياخد بعضه عشان يزور ايجون، واول ما ايمند بيدخل على ايجون بيبدا ايجون يخاف ويحس انه جاي عشان يقتله، لكن ايمند مش بيهتم بكل ده وبيسال بس ايجون هل فاكر حاجه من المعركه. فطبعا ايجون بيخاف وبيقول له لا، فبيرتاح ايمند لانه بيفهم ان ايجون مش فاكر انه حاول يقتله. بعد كده بيتمنى ايمند دلوقتي لاخوه الخير ويسيب المكان وبيمشي. بعد اللي حصل ده بشويه بنشوف ان بدأ جزء جديد من خطة ميساريا ورانيرا هنا في العاصمة. الخطة بتبدأ باختصار لما مجموعة من الصيادين بيلاقوا مراكب كتير كده جاية عليهم من البحر، والمراكب دي بتكون فاضية تماما وما فيهاش أي طاقم، بل فيها بس أكل طازج ومؤن كتير جدا. وطبعا بتكون المراكب دي بتحمل شعار رانيرا، وبسبب الحصار طبعا اللي في العاصمة وإن مفيش أي أكل، كل عامة الشعب بيجروا على الأكل زي المجانين، وبياخدوا دلوقتي الأكل وهم بيحيوا الملك رانيرا. وده الهدف كله من خطة رانيرا وميساريا، انهم يخلوا الشعب والعامة يشوفوا ان رانيرا بتفك عنهم الحصار، فيقلبوا وقتها على الملك وحزب الخضر كله، وده يضعف موقفهم في الحرب. وتعرف اللي عايزاه ميساريا ورانيرا حصر بالملي حرفيا، والفوضى بتبدأ في العاصمة. الفوضى بتبدأ باختصار لما أليسنت بتاخد بنتها هيلينا في يوم وبيروحوا المعبد عشان خاطر يصلوا فيه، يعني هما بيصلوا في معبد اللي هم ما يعرفوش ربنا. المشكله بقى ان هم خارجين وماشيين عامه الشعب بيتلموا عليهم وبيفضلوا يحدفوهم باي حاجه في ايدهم، طوبه بقى او غيره، وهم بيشتموا حرفيا وبيحيوا رانيرا، وبيكونوا الناس عايزين يهجموا على أليسنت وهيلينا. واحد من العامه بيمسك ايد أليسنت، فواحد من الحراس الملكي بسرعه بيقطعها له، وده بيجنن الناس وبيزيد الفوضى اكتر واكتر، لدرجه ان الناس بيمسكوا واحد من الحراس وبيفضلوا يقتلوا فيه. اما أليسنت وهيلينا فبيهربوا فورا من هنا قبل ما الناس يقتلوهم حرفيا. بعد اللي حصل ده بيروح لاريس سترونج للملك ايجون، واللي بيكون مريض جدا رغم انه فاق من غيبوبته. وحاليا كانت واحده من خادمات الملك هتديله مشروب كده يسكن له الالم، لكن لاريس بيوقفها وبيمشيها من الاوضه. وبيقعد دلوقتي لاريس مع ايجون وبيعرفه ان مشروب الخشخاش اللي كان هيشربه ده فعلا هيسكن له الالم، لكنه هيخليه يخسر عقله. وبيعرفوا لاريس ان جسمه اتدمر من اثار المعركه وما ينفعش كمان يخسر عقله، فلازم يستحمل الالم ده لحد ما يبقى كويس عشان يقدر يحكم المملكه من تاني. وبيعرفوا لاريس انه في خطر دائم طالما ايمند اخوه لسه عاوز ياخد العرش، لكن لاريس دلوقتي بيوعد ايجون انه هيفضل جنبه ومش هيخلي اي حاجه تحصل له. ولسه بقى يا صديقي ما نعرفش لاريس ده بيخطط لايه بالظبط وايه مصلحته من كل ده، ولكن طبعا هنعرف بعدين. دلوقتي بقى يا صديقي بنسيب كل ده وبنروح لديمن من تاني في هارن هول. بنشوف ان ديمن كالعاده بيشوف هلاوس، والمره دي بيتخيل ديمن نفسه في قاعه القصر الملكي وقدامه اخوه فيسيريس اللي مات زمان، وهو دلوقتي عمال يلوم فيه في حاجات كتير يعني حصلت في الماضي مالناش علاقه فيها. المهم يعني ان ديمن بيفضل يبرر لاخوه، يحاول يبرر لاخوه، لكن اخوه بيطرده دلوقتي من المكان، فبيحاول ديمن يفتح باب القلعه مش بيفتح، فيفضل ديمن يخبط عليه ويطلب المساعده لحد ما بيجي سايمون سترونج وبيفتح له الباب. وطبعا بيختفي فيسيريس لان كل دي كانت اوهام وهلاوس مش اكتر من كده، وديمن حرفيا كان بيخبط على الباب وهو مش واخد باله. المهم ان ديمن دلوقتي بيكون جاب اخره من القلعه دي والجنان اللي بيشوفه، فبيمسك سايمون سترونج وبيعرفه انه شاكك ان هو اللي بيعمل له كل السحر ده، وبيستخدم السحر معاه هنا عشان خاطر يجننه. وبيسيب ديمن المكان وهو متعصب وبيمشي، وبيكون ديمن خلاص ماشي من القلعه خالص حرفيا لانه زهق من الحاجات الغريبه اللي بتحصل له هنا. لكن قبل ما يمشي دلوقتي بتجيله أليس وبتعرفه انه ما ينفعش يهرب، وبتعرفه كمان انها هتساعده وعايزاه بس يقعد في القلعه هنا كام يوم وما يعملش اي حاجه لحد ما تجيله فجاه الاخبار السعيده. فبيوافق ديمن على كلامها، وفعلا بيفضل في القلعه كالمعتاد، وبيدخل ديمن في هلاوس جديده. والمره دي بقى بيشوف اخوه فيسيريس وهو واقف قدام جثه مراته وعمال يعيط، فبيفضل ديمن يواسي
وهوب كل حاجه بتختفي وبيفوق ديمن من الهلاوس دي وبيلاقي قدامه سايمون سترونج، واللي بيعرفوا ان العجوز جروفر تالي لورد مملكه الرافض مات، واللي مسك مكانه دلوقتي هو حفيده اوسكار تالي، وان دي حاجه مهمه جدا جدا لان جروفر تالي كان مريض جدا وما كانش قادر يحكم على كل لوردات مملكه الروافد انهم ينضموا لديمن. لكن حاليا بقى فاللي ماسك مملكه الروافد هو الطفل اوسكار تالي حفيد جروفر، واللي سبق وشفناه صديقي قبل كده وكان موالي لديمن بشكل بسيط يعني، لكنه بما انه كان طفل ديمن ما ادالوش اي اهتمام وطرده، لكن دلوقتي طبعا ليه اهتمام لانه هيقدر ان هو يأمر كل مملكه الروافد. المهم ان ديمن دلوقتي بيسأل سايمون هو جروفر مات ازاي، فبيعرفوا سايمون ان جروفر اخر فتره مرض جدا لدرجه ان أليس الممرضه بتاعتنا راحت عنده عشان تشارك في علاجه لكنها ما قدرتش ومات. في اللحظه دي بيفهم ديمن ان أليس هي اللي تسببت في موته عشان طبعا جيشه ينضم لديمن في الاخر، وده بيبسط ديمن جدا جدا. عامه بنسيب ديمن خالص بقى وبنروح حاليا للوادي. بنشوف دلوقتي رينا بنت ديمن وهي بتتمشى في الوادي مع واحد من ابناء رانيرا، واثناء ما كانوا بيتمشوا هنا وهناك بيلاقوا مكان كده محروق تماما، فبناء عليه بتروح رينا لجين ارين حاكمه الوادي وبتسالها المكان ده محروق ليه كده، فبتعرفها جين ان المكان هنا فيه تنين بري وحش عملاق ملوش راكب خالص، وهو اللي بيسبب الحرائق دي كلها وبرضه في نفس الوقت بيحمي الوادي. بعد كده بتعرف جين رينا انها هتبعتها دلوقتي بنتوس في قاره اسوس مع ابناء رانيرا الصغيرين فيسيريس وايجون، بحيث يعني يكونوا في امان هناك بعيدا خالص عن الحرب هنا زي ما رانيرا امرت بالظبط. اما جوفري الصغير وتنينو الطفل فيفضلوا هنا مع جين ارين. بتوافق رينا وبيتفقوا على كده. على الناحيه التانيه بنشوف رانيرا بتجتمع بكل مجلسها الصغير واللي بيكون من ضمنهم كوليس فالاريان، واللي اول مره يحضر اجتماع باعتباره دلوقتي مساعد الملك. المهم ان حاليا بقى رانيرا بتجيب واحد من حراسها الملكيين اسمه ستيفن دراكن، ودلوقتي بتعرف رانيرا ستيفن ان عائلته ليها روابط كتيره مع عائله التارجاريان، وبالتالي هو ممكن بشكل ما يكون بيحمل دم التارجاريان، وعشان كده رانيرا عاوز تطلب منه دلوقتي ان هو يكون راكب تنين من التنانين اللي ملهاش راكب. ايوه يا صديقي، رانيرا قررت تنفذ الخطه اللي اتكلمت عليها قبل كده هي وجيسيريس ويشوفوا ركاب للتنانين، ولكن يعني لازم الراكب ده يكون ليه دم من دم التارجاريان. المهم ان الاخ ستيفن ده بيوافق جدا وبيروح دلوقتي مع رانيرا لحظيره التنانين بحيث يحاول يركب تنين، وحاليا بيجي التنين سي سموك تنين لينور زوج رانيرا القديم، وبيحاول دلوقتي ستيفن ان هو يرتبط بيه ويركبه، لكن سي سموك بيرفض وبدون مقدمات بيحرقها عن بكره ابيه وبيهرب من الحظيره خالص. وطبعا بتكون رانيرا مصدومه لانها تسببت في موت شخص بريء بدون اي ذنب. على الناحيه الثانيه يا صديقي بنشوف ان كوليس فالاريان بيروح للمينا بتاعته وهناك بيقابل الين، والين ده اللي عرفنا طبعا الموسم اللي فات انه ابن غير شرعي لكوليس، وانه كان سبب برضه نجاه كوليس في الموسم الاول. المهم يعني ان كوليس حاليا بيعرف الين انه بحار ممتاز وعشان كده هيعينه كمساعد ليه، فبيتضايق الين وما بيكونش عاوز الترقيه دي لان ممكن ينتشر وقتها بين البحارين ان الين بقى في المكانه دي لانه بس ابن غير شرعي لكوليس، وده طبعا الين مش عايزه لكنه يعني مش بيقدر يرفض الطلب بتاع كوليس. بعد كده بيروح الين البيت وبيقعد مع اخوه ادم فالاريان واللي برضه يبقى ابن غير شرعي لكوليس والاخ الاصغر في نفس الوقت لالين. وبيفضل دلوقتي ادم يقول لالين انه لازم يقبل المنصب وانه لازم يعني يثبت جدارته عشان خاطر في يوم من الايام يقنعوا كوليس انه يعترف بيهم ويخليهم ابنائه الشرعيين، لكن الين بيكون شايف ان كوليس مش هيعمل كده نهائيا. ويا صديقي عايزك تفتكر بقى ادم فالاريان اخو الين ده لقدام شويه. في رسوة هدايا في دراجونستون كانت رانيرا مع واحد من المجلس بتاعها اسمه السير بارتيموس، وبارتيموس ده بقى بيفضل يلوم في رانيرا لانها تسببت في مقتل ستيفون، ولان رانيرا ما بقتش مستحمله حاجه من حد بتضرب بارتيموس بالقلم وبتامره ما يتكلمش معاها بالطريقه دي تاني وبتسيبه وبتمشي. وبيجي لها بقى جيسيريس وبيفضل يتكلم معاها في اللي عملته ويعرفها انها غلطانه انها ضربت لورد من اللوردات بتوعها، بس عامه رانيرا ما بتهتمش. وبتيجي دلوقتي ميساريا وبتعرفها ان هديتها وصلت خلاص للعاصمه وكل حاجه ماشيه زي ما هم عاوزين، وبيكون قصد ميساريا دلوقتي على مراكب الاكل اللي راحت للعاصمه وتسببت في فوضى كبيره هناك. المهم ان جيسيريس ما بيكونش فاهم قصدهم ايه فبيسال دلوقتي امه لكنها مش بترضى تقول له، فبيتضايق جيسيريس وبيمشي. اما بقى رانيرا فبتقعد دلوقتي مع ميساريا وبتفضل ميساريا تقول لها اخر التطورات واللي حصل في العاصمه من فوضى وكده وكل الكلام ده. فبنسيبهم بقى وبنروح لادم فالاريان واللي كان ماشي يا صديقي في طريقه عادي كده ومره واحده بيلاقي سي سموك وصل للمكان، فبيخاف ادم وبيفضل يحاول يهرب منه لحد ما هوب سي سموك بيجي يقف قدام ادم فالاريان ويبص له بتركيز من غير ما يقتله. وفي اللحظه دي بيفهم ادم فالاريان ان سي سموك مش عاوز يقتله بل كان بيدور على راكب ليه، وواضح كده ان ادم هو اللي هيكون الراكب الجديد. فبيفرح ادم وبيقرر يركب سي سموك ويبقى الراكب بتاعه الجديد. ويا صديقي حاجه على جنب كده، ادم فالاريان مش من عائله التارجاريان لكنه يعني يقدر يقود تنين لانه من عائله الفالاريان وابن غير شرعي لكوليس فالاريان،
واي حد ليه صله بفاليريا القديمه وعنده الدم الفاليري يقدر يقود تنين مش بس التارجيريان. المهم بعد فتره بقى بيروح واحد من الحرس الملكي لرانيرا وبيعرفها ان في شخص راكب على ظهر سي سموك وعمال يطير بيه، وشكله كده ارتبط بيه بشكل ما وبقى الراكب بتاعه. وقتها اتجننت جدا رانيرا انها افتكرت ان ده حد من الحزب الخضر هو اللي عمل كده، فبالتالي بتاخد تنينها وبتطير بيه عشان تبحث عن الشخص اللي ركب على سي سموك وتحاول تخلص منه. وبس يا سيدي. بعد فترة بقى يا صديقي بتكون وصلت رانيرا لآدم فالاريان، وبنشوفها دلوقتي وهي واقفة بتنينها قدام آدم وتنين وسي سموك. وفي اللحظة دي بتسأل رانيرا آدم هو ليه خد التنين ده وخده ازاي، فعرفها آدم انه ما خدش التنين ولا حاجة، بل التنين هو اللي اختاره. وبيعرفها آدم كمان انه عاوز يخدمها ويحارب في صفها ويتعلم كمان اصول فرسان التنانين من عائلة التارجيريان، وهو مش جاي عشان خاطر يعاديها بل عاوز يبقى في صفها. في اللحظة دي رانيرا بتكون مستغربة ولكن بتكون متأكدة ان آدم ده اصوله من فالاريا او عائلة التارجيريان، وعشان كده التنين سي سموك اختاره. وبالتالي في العموم بتفرح جدا رانيرا ان جيشها كده زاد تنين جديد، وبالتالي بتعرف آدم دلوقتي انه مرحب بيه في جيشها. بعد اللي حصل ده يا صديقي بتوصل الاخبار دي لمجلس رانيرا واللي كان فيه كورلس وكمان جيسيريس ابن رانيرا. وبنشوف دلوقتي ان جيسيريس مش بيتبسط لما بيعرف ان بقى في واحد من العامة ومن عائلة غير نبيلة راكب تنين. في نفس الوقت ده بتروح رانيرا لميساريا وبتعرفها اللي حصل، وان التنين سي سموك بقى ليه راكب تاني جديد وهو آدم فالاريان، واللي يبقى واحد من عامة الشعب ونسله غير نبيل بالمرة، وغالبا جاي نتيجة علاقة غير شرعية لحد من التارجيريان. في اللحظة دي بتفكر ميساريا شوية، وفي النهاية بتعرف رانيرا ان العاصمة كينجز لاندنج فيها ابناء غير شرعيين كتير جدا لعائلة التارجيريان. فايه رأيك بقى نستدعي كل الناس دول بحيث نحاول نربطهم مع التنانين اللي من غير ركاب زي التنين فيرماسور العملاق وسيلفر وينج، وبالشكل ده هنقدر نكبر الجيش بتاعنا بسهولة. وقتها بتقتنع رانيرا جدا بالموضوع ده وبتطلب من ميساريا انها تقوم بشغلها وتستدعي الابناء الغير شرعيين لعائلة التارجيريان من الكينجز لاندنج بحيث يحاولوا يخلوهم يرتبطوا بالتنانين. فبتوافق ميساريا دلوقتي وبتقرر تعمل كده. بعد شويه بقى بنشوف ان جيسيريس بيجي لام رانيرا، وبيكون جيسيريس متضايق جدا ان رانيرا هتخلي الابناء الغير شرعيين تركب تنانين، لان حاجه زي دي هتقلل من جيسيريس نفسه. لان يا صديقي لو تفتكر فجيسيريس ابن غير شرعي لرانيرا من هارون سترونج اللي كان زمان الحارس الشخصي بتاعها، وبالتالي كل الناس في العالم عارفين ان جيسيريس ابن غير شرعي لرانيرا. لكن طبعا ما حدش بيقول لان جيسيريس بيمتلك تنين. بس لما بقى الابناء الغير الشرعيين يقدروا ان هم يركبوا تنانين ده هيقلل من جيسيريس، وكل الناس هيقولوا انه اكيد ابن غير شرعي فعلا، ويعني ركب التنين بالصدفه زي الابناء الغير الشرعيين التانيين اللي رانيرا هتجيبهم. وقتها بتعتذر رانيرا لجيسيريس لكنها بتعرفه انها مضطره تعمل كده عشان تكسب الحرب، ويسيبها جيسيريس وبيمشي وهو متعصب. على الجانب الاخر بقى بنشوف ان كورلس فالاريان بيروح لابنه الغير شرعي ادم فالاريان، فكورلس بقى عرفه انه عارف انه بقى راكب تنين حاليا، وبشكل كده في شبه فخر بيبارك كورلس لادم ابنه وبيسيبه وبيمشي. وبيبان كده يا صديقي ان تقريبا كورلس هيبدا يحب اولاده الغير شرعيين ويعلن عنهم. في المجمل بقى بعد اللي حصل ده بيروح كورلس لابنه التاني الغير شرعي برضه واللي هو اخو ادم واللي يبقى إيلين، واللي طبعا عرفنا وقلنا قبل كده ان كورلس بيحبه جدا وبيقدره لانه سبق وانقذ كورلس من الموت. وحاليا عرف كورلس إيلين بقى ان اخوه ادم بقى راكب تنين، وبيعرفه كمان كورلس ان هو التاني من فاليريا القديمه وعنده هو كمان برضه الدم الفاليري، فلو عاوز يعني يجرب يركب تنين يجرب. بس انا صديقي قال له انا مكان البحر ومش بفكر غير في البحر. وقتها فرح كورلس بيه. بعدها عرفه انه عاوزه حاليا يجهز كام مركب كده انه هيروح في مهمه للكينجز لاندنج بامر من رانيرا، فبيوافق إيلين وبيقرر يعمل كده. عزك العاصمه كينجز لاندنج، فبنروح لهناك بنشوف يا صديقي ان أليسنت عايشه في اكتئاب كبير جدا بسبب كل اللي حصل الفتره اللي فاتت، وكمان انها اتطردت من المجلس الملكي. وطبعا اللي طردها زي ما قلنا هو ايمن بعد ما بقى الامير الواسع على العرش بعد مرض اخوه ايجون. المهم ان حاليا أليسنت كانت قاعده مع الماستر اوريول واللي بيحاول دلوقتي يعالج لها جرح كده في ايدها. بعد كده بتخرج أليسنت وبتاخد حارسها الشخصي السير ريكارد، وبتقرر تنطلق في رحله لغابه اسمها غابه الملوك عشان يعني تغير جو وتنسى كل مشاكلها. فبنسيبها بقى وبنروح للثعبان لاريس سترونج. بيكون لاريس حاليا واقف مع واحد من المجلس الملكي اسمه اللورد جاسبر. جاسبر عرف لاريس انه عارف كده من حد ان في فارس جديد قدر يركب التنين سي سموك. وقتها بيقول لاريس لجاسبر ان غالبا الموضوع ده مش حقيقي، وانه يعني مش لازم يقولوا لايموند عشان خاطر ما تحصلوش مشاكل، وبيسيبه وبيمشي. وبنفهم من هنا يا صديقي ان لاريس مش عاوز يقول الموضوع ده لايموند لسبب من سببين: اما ان لاريس ما كانش يعرف المعلومه دي ومش عاوز جاسبر يسبقه بيها لايموند، او ان لاريس ممكن يكون عارف المعلومه دي بجد فعلا لكنه عاوز يخبيها عن ايموند، لان طبعا لاريس مش بيحب ايموند ومن مصلحته انه يخبي معلومات كتير كده مهمه زي دي عنه. المهم بعد كده بيروح لاريس للملك ايجون واللي كان دلوقتي عنده المايستر اوريول بيحاول يعني يمشيه ويخليه يتعود على المشي.
لكن ايجون بيكون مريض جدا جدا ومش بيكون قادر يمشي حرفيا. وقتها بيجي له لاريس وبيساعده، وبيقرر لاريس من هنا ورايح انه هيفضل يساعد ايجون ويكون جنبه دايما لحد ما يسترد صحته ويرجع يحكم الممالك من تاني زي ما لاريس نفسه، لانه طبعا يعني ايجون هيقدر يسيطر عليه لكن مش هيقدر يسيطر على ايمند. في المجمل بنروح حاليا لإيلين، واللي بيوصل دلوقتي للكينجز لاندنج وبيوصل رساله مساريا لواحد من رجالتها، واللي بدوره بقى بيوصل الرساله دي لواحد تاني وهكذا وهكذا لحد ما الرساله دي بتوصل لخادمه رانيرا الموجوده هنا في العاصمه كينجز لاند. بتعرف الخادمه بقى من الرساله دي ان رانيرا عايزه كل ابناء الغير الشرعيين لعائله التارجاريان يروحوا دراجون ستون ويحاولوا يرتبطوا بتنانين موجوده هناك، وان ألين مستنيهم بمراكب عشان خاطر ياخدهم لدراجون ستون عند البحر. فعلا بتبدا بقى الخادمه تنشر الاخبار دي بين الشعب وبين الابناء الغير الشرعيين يعني لعائله التارجاريان. الاخبار دي يا سيدي بتوصل لهيو المطرقه اللي سبق وشفناها قبل كده، وحاليا كان هيو قاعد مع مراته كيت، وبنعرف بقى من كلامهم ان للاسف بنت هيو اللي كانت مريضه ماتت لانه ما قدرش يعالجها، لان طبعا ما فيش علاج ولا اكل ولا شرب في العاصمه. وحاليا بقى هيو عرف مراته كيت انه ابن غير شرعي لعائله التارجاريان لكنه عمره ما قال كده، وعرفها كمان انه يبقى ابن سيرا واللي تبقى بنت الملك جيهيرس الملك اللي كان بيحكم قبل الملك فيسيريس ابو رانيرا. والعلم بقى يا صديقي عشان بس تبقى عارف، فسيرا بنت جيهيرس ليها قصه لوحدها، لان المفروض يعني انها زمان هربت من ابوها الملك جيهيرس ومن عائله التارجاريان كلهم عامه، وراحت قاره اسوس عشان محدش يقدر يوصل لها. وللاسف انك اشتغلت كبائعة هوا، ويعني خلفت ابناء كتير جدا غير شرعيين بيحملوا دم التارجاريان زي هيو المطرقه. وبسبب بقى النسب القوي جدا ده بعائله التارجاريان بيقرر هيو المطرقه انه هيروح لدراجون ستون ويحاول يركب تنين، ورغم ان مراته كانت بتقلق عليه جدا الا انها مش بتقدر تعارض. على الناحيه التانيه بقى وفي نفس الوقت ده بنشوف ان اوليف الابيض واللي برضه يبقى ابن غير شرعي لعائله التارجاريان، والمفروض انه ابن بيلن يعني اخو فيسيريس وديمن، حاليا بنشوفه قاعد دلوقتي في حانه كده، وواحد من صحابه بيعرفه باللي رانيرا ناوي تعمله، فيفرح جدا اوليف وبيقرر يروح هو التاني لدراجون ستون بحيث يحاول يرتبط بتنين هو التاني. وطبعا هنشوف قدام اوليف وهيو هيعملوا ايه. اما دلوقتي فبنروح بقى لديمون في قلعه هارين هول. بيكون مع ديمون حاليا اوسكار تالي الطفل، واللي بقى لورد دلوقتي لمملكه الرافد مكان جده جروفر اللي مات. المهم ان ديمون حاليا عزى اوسكار في موت جده، بعدها طلب منه انه يامر بقى كل لوردات عائلات مملكه الرافد انهم ينضموا بجيوشهم لديمون ورانيرا. وقتها عرفوا اوسكار ان لوردات مملكه الرافد موجودين هنا في هارين هول وفي انتظارهم، ويعني لازم يطلعوا يتكلموا معاهم. فبيروح ديمون مع اوسكار فعلا لكل اللوردات دول، واللي كان منهم اللورد ويليام بلاكوود، واللي قلنا قبل كده انه خد اشاره من ديمون انه يعمل اعمال ارهابيه واعمال شغب مع عائله البراكن واللي يبقوا اعدائه من زمان، بحيث يعني من الاعمال دي يرهبوهم ويخوفوهم ويخلوهم ينضموا لجيش ديمون. وده يعني لو احنا فاكرين اللي ويليام عمله صح. حاليا بقى اوسكار تالي الطفل بيتكلم مع كل اللوردات وبيعرفهم ان هم وجيشهم هيدعموا ديمون ورانيرا، لان العجوز جروفر تالي جده قبل ما يموت كان واخد عهد على نفسه يدعم رانيرا ومش هيرجعوا في عهدهم. ولكن اوسكار تالي دلوقتي بيعرف ديمون انه عمل حاجات كتير غلط في مملكه الرافد، زي انه ادى اوامر لويليام وعائلته يهجموا على عائله البراكن وده ما ينفعش. وبالتالي بيعرفوا اوسكار انه لازم بنفسه يحقق العدل ويقتل ويليام ده عشان يدعموه ويدوله الجيش اللي هو عاوزه، والا مفيش جيش. طبعا بيتصدم ديمون في اللحظه دي وبيعرف ان اوسكار لبسه عشان خاطر يطلع شكله وحش قدام كل الناس، لكن عشان ديمون محتاج فعلا لجيش مملكه الرافد بيضطر يقتل ويليام بلاكوود. بالشكل ده بيكون ضمن ولاء اوسكار ولوردات عائله مملكه الرافد وجيوشهم الكبيره. وبس بنرجع بقى مره تانية لهيو واوليف وباقي الابناء الغير الشرعيين لعائله التارجاريان، واللي حاليا بقى بيكونوا اخيرا وصلوا لدراجون ستون. دلوقتي بقى بتجيلهم رانيرا وبتطلب منهم ان هم يبذلوا اقصى جهودهم عشان يرتبطوا بتنين، لان اللي هيقدر يرتبط بتنين النهارده هتتكتب له حياه جديده وهيعيش حياه ما كانش يحلم بيها ابدا. وبس بتخلص رانيرا كلامها وعلى طول بتاخد هيو واوليف وباقي الابناء الغير شرعيين لحظيره التنانين. ولكن قبل ما تدخل للحظيره رعاة التنانين بيتضايقوا جدا وبيشوفوا ان رانيرا هتدنس السحر بتاع التنانين لما تخليهم يرتبطوا بابناء غير شرعيين، وبالتالي بيقرروا رعاة التنانين انهم مش هيشتركوا في الموضوع ده وبيسيبوا المكان وبيمشوا. لكن رانيرا مش بتهتم خالص وبتدخل دلوقتي بنفسها مع كل الابناء الغير الشرعيين الحظيره، وهناك بتعرف الكل انها حاليا هتجيب بنفسها التنين العملاق فيرماسور اللي كان في يوم من الايام تنين الملك جيهيرس. وبس بتخلص رانيرا كلامها وبتستدعي التنين فيرماسور، واللي اول ما بيجي الكل بيترعبوا من حجمه حرفيا. فبتسيب دلوقتي رانيرا المكان وبتطلع للشرفه بتاعتها تتابع من بعيد. الفكره هنا صديقي ان الابناء الغير الشرعيين بيحاولوا دلوقتي يرتبطوا مع فيرماسور، لكن فيرماسور مش بيستجيب لاي حد فيهم وبيبدا يحرق في الكل في مشهد صادم ودموي جدا. وبسبب كل اللي حصل ده في ناس كتير بتموت وناس كتير بيهربوا من قدام فيرماسور بما فيهم اوليف الابيض.
لكن هيول مطرقه وهو بيهرب بيلاقي التنين هيخلص على ست غلبانه كده، فبيقف قدام التنين بنفسه وهو مش خايف وبيحاول يهديه. وفعلا بتحصل المعجزه والتنين فيرماسور بيخضع لهيول مطرقه، واللي دلوقتي اصبح راكب ليه. اصبح ابن غير شرعي لعائله الترجاريان راكب تاني اقوى تنين في المملكه بعد التنين العملاق فيجر. وطبعا رانيرا لما بتشوف الكلام ده بتبقى مبسوطه جدا. اما بقى اولف الابيض فبعد ما هرب من فيرماسور فضل بقى يلف في حظيره التنانين عشان يعني يلاقي مخرج من هنا، لكنه بالصدفه بيشوف قدامه التنين سيلفر وينج. طبعا بيترعب وبيحس انه خلاص هيموت، لكن سيلفر وينج بيحب اوليف جدا اول ما بيشوفه وبيفضل يلعبه، وبالشكل ده اصبح اوليف الابيض راكب التنين سيلفر وينج، واتضاف خلاص دلوقتي تنين جديد لجيش رانيرا. المهم اوليف بقى يا سيدي راجل سكير، ويعني دايما مش شايف قدامه من كتر الشرب، وبسبب كده بيعمل حاجه مجنونه وغير متوقعه. بياخد دلوقتي تنين وسيلفر وينج وبيطلع يلف بيه في السماء، ومش بس كده، لا ده بيروح بيه حرفيا للعاصمه كينجز لاندنج، وبيفضل يجري ويخمس بالتنين فوق العاصمه. طبعا بيشوف ايمندو كل اللي بيحصل ده فبيتجنن، وعلى طول بياخد حصانه وبيجري لفيجر، وفورا بينططي فيجر وبيطلع يطارد اوليف والتنين سيلفر وينج. فبيفضل اوليف بقى يهرب منه لحد ما بيوصل لدراجون ستون. وفي اللحظه دي بيتفاجئ ايمندو قدامه برانيرا وتنينها، وكمان هيو تنينه وادم وتنينه، وطبعا اوليف وتنينه. فورا بيعرف ايمند ان الحرب دي هتكون غير متكافئه تماما، فبياخد بعضه وبيهرب من المكان بسرعه لغايه ما يلاقي حل. بيعدي بقى على كل ده كام يوم كده، وبنكون حاليا في المدن الحره اللي اتكلمنا عنها قبل كده لو تفتكر. بنشوف حاليا ان تايلاند لانستر في المدن الحره، وبيكون تايلاند قاعد مع حكام المدينه وبيحاول يتفق معاهم انهم ينضموا لجيش ايمند باسطولهم الكبير ضد اسطول كورليس فالاريان او يعني اسطول رانيرا. وقتها بيوافقوا الكل ان هم ينضموا لجيش ايمند، لكن بشرط واحد بس. الشرط ده هو ان بعد انتهاء الحرب يحكموا جزيره الستيفستون اللي اصلا كانوا بيحاربوا كورليس فالاريان ودي من عليها طول الموسم اللي فات. في اللحظه دي تايلاند اتوتر شويه، لان معنى الكلام ده ان بعد ما الحرب دي تخلص وياخدوا هما الستيبستونز، القراصنه والاتاوه هترجع من تاني زي زمان، بس غصب عنه لانه فعلا محتاجهم بيوافق جدا دلوقتي. في الوقت ده بقى بيعرف الكل تايلاند ان حاليا هم اتفقوا معاه، ولكن قائده الاسطول بتاعهم لازم هي كمان توافق، وبعد كده هينضموا ليه. وقتها بتوصل قائده الاسطول واللي بتكون ست قويه ومجنونه شويه او شويتين ثلاثه، واسمها لوهار. لوهار اول ما شافت تايلاند عرفته انها شايفاه شخص ضعيف ومش هتنضم لا ليه ولا لجيش ايمند، او ممكن يعني تنضم ليه ولكن بشرط واحد بس، وهو ان تايلاند يتفوق عليها في القتال. فيوافق تايلاند في اللحظه دي انه على الاقل يحاول يتقاتل مع لوهار. وفعلا بعد شويه بنشوف ان تايلاند بيتقاتل مع لوهار وسط الوحل حرفيا، وبعد قتال متعب ومقرف جدا بيقدر تايلاند يتغلب على لوهار ويثبت نفسه، وبالتالي بيقرر لوهار خلاص تنضم باسطولها الكبير لجيش ايمند. وبس في الليل بيعملوا الكل هنا حفله صغيره كده لتايلاند بمناسبه الاتفاق ده، وتاني يوم على طول بنشوف ان تايلاند ولوهر والاسطول بتاعهم كلهم بيتحركوا بحيث يشاركوا في الحرب ويواجهوا كورليس فالاريان. وهنشوف هيعملوا ايه طبعا في الحرب العملاقه دي، ولكن يعني مش دلوقتي خالص، بل في الموسم القادم لما ينزل ان شاء الله. في نفس الوقت ده ولكن في قلعه هارين هول بنشوف ان ديمن حاليا مشغول طول الوقت في تجهيز الجيش اللي طبعا يعني اعلنوا ولائهم ليه بعد موافق اوسكار تالي انه ينضم بجيش مملكه الروافد لديمن ورانيرا. المهم في الاثناء دي بقى بيوصل عند ديمن السير الفريد، ولو مش فاكر الفريد يا صديقي فهو كان واحد من المجلس بتاع رانيرا، ورانيرا بعته لهارين هول قبل كده بحيث يشوف ديمن لسه على ولاء لرانيرا ولا خانه. وفعلا هو دلوقتي وصل وحاليا بيتكلم مع ديمن. الفكره بقى ان حاليا بنكتشف ان الفريد ليه اغراض تانية خالص، لانه لما بيتكلم مع ديمن عن انفراد بيعرف ديمن انه عاوز ينقلب على رانيرا ويعلن نفسه هو الملك، وساعتها كل اللوردات هيعلنوا ولائهم ليه لانه اقوى من رانيرا بكتير والناس عايزه ملك ذكر مش انثى. وقتها بيعجب ديمون بالكلام ده وبيقرر يفكر فيه. في نفس الوقت ده بنشوف ان سايمون سترونج كان موجود في مكان قريب جدا وسمع كل الحوار اللي دار بين ديمون والفريد، فبيقرر في اللحظه دي يبعت رساله لرانيرا عشان خاطر يحذرها. عموما في نفس اليوم ده بالليل بيقلق ديمون من النوم فبيلاقي الساحره اليس قدامه. في الاثناء دي عرفته الساحره اليس انها رايحه مكان كده اسمه غابه الالهه، وانها عايزاه يعني يجي معاها بحيث توري له حاجه مهمه جدا هناك هتنفعه. فبيوافق ديمون على كلامها وبيروح معاها، وهناك بتاخده أليس شجرة في الغابة اسمها شجرة الوير وود. وللعلم الشجرة دي هي شجرة سحرية وسبق وشفناها واتكلمنا عنها لو تفتكر في ملخص مسلسل جيم اوف ثرونز. المهم ان أليس طلبت من ديمون يلمس الشجرة عشان يعني يشوف رؤية كده، فبيلمس ديمون فعلا الشجرة وبيبدأ بقى يدخل في عالم من الأوهام والأحلام. بيشوف ديمون حاجات كتير متداخلة لكنها بتكون عبارة عن رؤية للمستقبل. ديمون بيشوف الوايت ووكرز وبيعرف انهم في وقت ما يهجموا على البشر عشان خاطر يخلصوا عليهم، وطبعا يا صديقي ده حصل فعلا في المستقبل وشفناه في مسلسل جيم اوف ثرونز. وبيشوف كمان ديمون دينيريس تارجاريان في اللحظه اللي حصلت فيها على 3 تنانين زي ما شفنا في مسلسل جيم اوف ثرونز. من الاخر كده في الرؤيه دي ديمون شاف المستقبل كله واللي هيحصل فيه وفي عيلته وفي العالم وكل حاجه. وبس
بعد ما انتهت الرؤيه دي بيشوف ديمن نفسه في غرفه العرش، وبيشوف رانيرا قاعده قدامه على العرش، وبتظهر له بعد كده هيلينا اخت ايمند وايجون، وتعرفوا بقى ان كل اللي بيحصل ده هي عباره عن قصه هتوصلهم لمصير واحد محتوم، وكل واحد فيهم ليه دور في القصه لازم يلتزم بيه، وهو دوره انه يكون جنب رانيرا ويساعدها ويدعمها مش ينقلب عليها. وملحوظه مهمه برضو يا صديقي، هي زي ما عرفنا فهي بتشوف الرؤى والحاجات اللي زي كده، وعندها كمان قدرات غريبه شويه، وبالتالي هي حاليا كانت فعلا بجد في احلام ديمن وبتكلمه، يعني دي مش مجرد خيالات من دماغ ديمن، لا دي فعلا هيلينا دخلت احلامه وبتكلمه ووريته المستقبل وكل ده بحيث يعرف دوره بالظبط ويقف جنب رانيرا وما يفكرش ينقلب عليها. وده بقى يورينا ان هيلينا بشكل ما برضه هي التانية عاوزه رانيرا هي اللي تفوز في الحرب وتاخد العرش. وبس يا سيدي، بتنتهي احلام وهلاوس ديمن على كده، وبعد الرؤيه اللي شافها ديمن دي بينسى نهائيا موضوع انه ينقلب على رانيرا، وبيقرر انه هيساندها زي ما شاف في الرؤيه. على ذكر رانيرا فتعالى كده يا صديقي نروح لدراجون ستون، وحابب اقول لك ان الاوضاع في دراجون ستون مش افضل حاجه تماما، لان مثلا جيسيريس مش طايق وجود الابناء الغير شرعيين في القلعه، وكمان بيتعاملوا زيه كفرسان تنانين. فمثلا بيروح جيسيريس لغرفه الاجتماعات، فبيلاقي هيو واوليف فيها، وبيكون اوليف واخد راحته بزياده لدرجه انه بيكون قاعد وحاطط رجله على طاوله الاجتماعات، ولما بيحاول جيسيريس يتكلم معاه ويعرفه ان اللي بيعمله ده غلط، فبيرد عليه اوليف بطريقه وحشه وبيلمح كده ان جيسيريس مش ابن شرعي زيه بالظبط، وده يعني بيعصب جيسيريس جدا، فبيهزق اوليف وبيحذره انه يتعدى حدوده تاني ولا هيعدمه بنفسه، فبيعتذر اوليف جدا وبينتهي الموقف على كده. اما بقى رانيرا فبنشوفها حاليا مع كورلس فالاريان في المينا، وبيعرفها حاليا كورلس انه خلاص انتهى من اصلاح سفينته وقريب جدا هينضم مع اسطوله للحرب عشان يكملوا الحصار على كينجز لاندنج، وبينصح كورلس رانيرا انها تحارب ايمند حاليا وتدمر جيشه، لانها بقى معاه تنانين كتير جدا والعاصمه شبه ما فيهاش تنانين، ودي الفرصه الممتازه عشان يدمروا جيش ايمند وتاخد هي العرش. وقتها بتقتنع رانيرا بكلام كورلس، وفي نفس اليوم ده بالليل بتقعد مع جيسيريس وادم فالاريان واوليف وهيو، وبتعرفوا منهم كمان يومين بالظبط هيهجموا على جيش كريستن كول وعلى جيش جيسون لانستر ويدمروهم، وبكده هيضمنوا بنسبه 100% الفوز بالعرش. وقتها بيلاقوا هيو واوليف وادم من المعركه دي ومن كم من الناس الابرياء اللي مالهاش ذنب اللي هيضطروا يقتلوهم، لكنهم يعني غصب عنهم بيوافقوا على كلام رانيرا. في اللحظه دي يا صديقي بيجي رانيرا كبير الحكماء في القلعه، وبيعرفها ان جالها دلوقتي رساله من سايمون سترونج. سايمون سترونج بيعرفها في الرساله دي ان ديمن شكله كده ناوي ينقلب عليها، وطبعا بيكون سايمون بيقول كده لانه سمع ديمن والفريد وهما بيتكلموا سوا زي ما شفنا من شويه. المهم ان رانيرا بتتجنن حرفيا، وعلى طول بدون تفاهم بتاخد ادم وبيطيروا الاثنين بالتنانين بتاعتهم لهارين هول. بعد شويه لما بيوصلوا هناك بتدخل رانيرا لوحدها لهارين هول، وبتشوف بقى كل الجيش اللي اخضعه ديمن، وحاليا بيجي لها ديمن بنفسه وهو واقف قدام جيشه، فتساله رانيرا هو ناوي يكون في صفها ولا ينقلب عليها، فبيعرفها ديمن انه شاف رؤيه مرعبه جدا وعرف منها مصير العالم كله وكل اللي هيحصل فيه، وعرف منه كمان انه لازم يكون في صف رانيرا وعشان كده عمره ما هيخونها. وبس بيعلن ديمن لرانيرا ولاءه قدام كل الجيش وبينحني، فبتفرح رانيرا وبتطمن اخيرا من ناحيه ديمن. دلوقتي بقى يا صديقي بنسيب كل ده وبنروح لايمن تارجاريان. بنشوف ان ايمن ده حرفيا اتجنن بعد الكمين اللي اتعمل له من اوليف وهيو ورانيرا زي ما شفنا، وبسبب كده ايمن ده كان مش طايق نفسه، فعمل حاجه مجنونه جدا، راح لمدينه اسمها شارب بوينت وحرقها عن بكرة أبيها وخلص على كل الناس الغلابة اللي هناك. وده يوضح لنا بقى إن إيمند بقى مجنون بشكل مش طبيعي وبيبقى دلوقتي صعب السيطرة عليه. المهم بعد كده بننتقل للكينجز لاندنج، وبنشوف حاليا إن الثعبان لاريس سترونج بيروح لإيجون وبيعرفوا إنه كان معاه فلوس كتير جدا خدها من هارين هول زمان وخباها. الفلوس دي خباها في البنك الحديدي في برافوس في قارة إيسوس، بعيد خالص عن القارة اللي إحنا فيها دي وعن الحرب. وبيعرف لاريس إيجون كمان إنهم لازم يهربوا على إيسوس ويروحوا لبرافوس وياخدوا الفلوس بتاعت لاريس اللي هناك، وبالفلوس دي هيريحوا في مكان لمده كبيره، بعد كده يجيبوا بيها برضو جيش كبير وقوي ويستنوا لما رانيرا وايمند يحاربوا بعض ويضعفوا بعض. بعد كده هم يرجعوا وبالجيش اللي هيكون معاهم يسيطروا على الممالك وايجون يحكمها عادي خالص من جديد. وبيعرف لاريس ايجون انه لازم يهرب معاه دلوقتي وينفذوا خطتهم، لان ايمند ممكن في اي لحظه يخلص على ايجون بحيث يبقى هو الملك. في اللحظه دي ورغم حزن ايجون الشديد الا انه غصب عنه بيقتنع بكلام لاريس لانه ما عندوش حل تاني، وبالتالي بعد فتره مش طويله بيهربوا ايجون ولاريس من المملكه من ورا كل الناس عشان يبعدوا عن الحرب ويكونوا جيش من جديد. وهنشوف طبعا هيعملوا ايه وايه اللي منتظرهم في الموسم الجاي لما برضه ينزل ان شاء الله. في المجمل بعد كده بنشوف ان ايمند بيروح لاخته هيلينا وبيعرفها انها لازم دلوقتي تاخد تنينها دريم فاير وتشارك معاه في الحرب، لانه لوحده مش هيقدر ينهي الحرب دي نهائيا. وقتها بترفض هيلينا الكلام ده لانها مش عايزه تتسبب في موت حد، لكن ايمند بيكون متعصب وبيشد هيلينا غصب عنها عشان يخليها تشارك معاه في الحرب بالعافيه، لكن اليسنت بتوقفه وبتبعده عن اخته، وبيبان كده ان اليسنت خايفه جدا من جنان ايمند وعايزه توقفه باي شكل. فبناء عليه
بعد اللي حصل ده بتروح اليسنت لكبير الحكماء المايستر اوريل وبتعرفه انها عايزاه يسفرها في السر لدراجون ستون عشان تقابل رانيرا بنفسها. بيوافق السير اوريل رغم ان الكلام ده مرعب. بعد شويه بيروح ايمند بكل هدوء المره دي لهيلينا وبيعرف انه عاوزها بجد تشارك معاه في الحرب عشان يكسبه. وبيحاول ايمند انه يقنع هيلينا بهدوء، لكن هنا بتعرفه انها عارفه كويس جدا هو عمل ايه مع ايجون وانه كان السبب في اللي حصل له لانها شافت رؤيه وشافته في الرؤيه دي وهو بيحرق ايجون وبيتسبب في سقوطه هو وتنينه. وبتعرفه هيلينا انها مش هتشارك معاه نهائيا، وبتعرفه كمان انها بتتنبأ بموته قريب جدا في مكان كده اسمه عين الآلهة. والعلم يا صديقي المكان ده قريب جدا جدا من قلعة هارين هول. وده بيتصدم ايمند من كل كلام هيلينا وحرفيا مش بيتكلم خالص. وهنعرف برضو ايمند ناوي يعمل ايه ولكن في الموسم الجاي برضو لما ينزل ان شاء الله. اخر حاجه بقى بنشوفها ان اليسنت بتوصل لدراجون ستون وبتقابل رانيرا. طبعا رانيرا بتتخض من وجود اليسنت بس بتقعد تسمعها. اليسنت عرفت رانيرا انها جايه تعمل معاها اتفاق. الاتفاق باختصار انها هتسلمها العاصمه كينجز لاندنج، وفي المقابل رانيرا تعفو عن اليسنت وبنتها هيلينا وتسيبهم يهربوا بدون ما تاذيهم. وقتها بتستغرب رانيرا وبتسال اليسنت هي ليه بتعمل كده، فبتعرفها اليسنت انها ادركت خلاص ان كل اللي عملته زمان كان غلط من اول ما خلت ايجون ان هو يسرق العرش من رانيرا لغايه دلوقتي، وعشان كده قررت تصلح كل اللي عملته. وبتعرفها اليسنت كمان ان بعد كام يوم من دلوقتي ايمند هيروح بتنينه عشان ينضم لجيش كريستين كول ويروحوا يحاربوا ديمن في هارين هول. وبتقترح اليسنت على رانيرا انها بقى تستغل الفرصه دي وتهجم هي على العاصمه وتاخد العرش. وقتها بتوافق رانيرا على الخطه دي بس بشرط انها تقتل ايجون بمجرد وصولها لكينجز لاندنج، لان ايجون هو الملك قدام كل الناس ولازم تخلص عليه عشان كل الناس تعلن الولاء ليها. وقتها بتصدم اليسنت لانها مش عايزه ايجون ابنها يموت لانه فعلا ما يستحقش الموت خصوصا بعد اللي حصل له حاليا. لكن يعني اليسنت غصب عنها بتضطر توافق على كلام رانيرا وبيتفقوا على كده. والعلم يا صديقي اليسنت متعرفش ان ايجون هرب اصلا من العاصمه، وعشان كده اتفقت مع رانيرا عادي خالص. عامه في المشهد الختامي بقى من الموسم ده بنشوف ان هيو واوليف وادم كل واحد فيهم بيجهز نفسه للمعركه الاخيره. مش بس هما، لا بنشوف كمان ان كوليس متجه باسطوله للمعركه، وكمان على الناحيه الثانيه بنشوف ان تايلاند لانستر واسطول لوهر متجهين للمعركه، وكمان بنشوف ان جيسون لانستر اخو تايلاند مع جيشه متجه للمعركه، وطبعا بنشوف ان كريستين كول وجيشه برضه متجهين للمعركه، واخيرا بنشوف ديمن وجيشه بيجهزوا نفسهم برضه للمعركه. وبعيد عن كل ده بنشوف كمان ان جيش عائله الستارك متجهين بجيشهم العملاق وطبعا هيحاربوا في صف رانيرا. وللاسف يا صديقي مع النقطه دي بينتهي الموسم الثاني ومش بنعرف حصل ايه في المعركه وهل ايمند هو اللي هيفوز ولا رانيرا، ولكن طبعا هنشوف كل ده واكتر في الموسم الثالث لما ينزل ان شاء الله، واللي واضح كده انه هيكون موسم قوي ومليان مفاجآت ومعارك. حاجه مهمه جدا يستذكرها وهي ان رينا بنت ديمن طبعا احنا شفنا انها طلعت تدور على التنين اللي عرفت انه موجود جنب قلعه الوادي، صح؟ رينا فضلت مده كبيره صديقي تدور عليه لغايه ما اخيرا لقيته، وما نعرفش الصراحه هتعرف تروضه ولا لا، ولكن هنشوف الكلام ده كله الموسم الجاي لما ينزل ان شاء الله. ولكن للعلم اسم التنين ده اللي لقيته رينا هو شيب ستيلر او سارق الخرفان. وبس كده احب اقول شكرا لكل واحد تابع معانا الرحله الممتازه واللي كانت روعه دي، فاحب اشكر كل واحد لان احنا عملنا روح مع نفسنا كده للحلقات دي. وبس كده، سلام.